بص يا معلم، من حوالي 500 سنة دخل نيزك لمجال الفضاء وعمل ثقب أسود كبير جدا، ومن بعدها عينك ما تشوف إلا النور. بينزل وحوش من الثقب ده على كوكب الأرض وبيخلوا الحياة فيه شبه مستحيلة، لأنهم بكل بساطة بيتغذوا على الجنس البشري، وساعتها البشر بيكونوا في حالة من الرعب ومش عارفين هيعملوا إيه في الأشياء دي. وبعد فترة بيطلعوا عليهم اسم الأرواح الشريرة، ومن ساعتها بيتم إجبار الأشخاص الناجين على بناء مراكز للحماية. ومن هنا بدأ الصراع بين البشر والأرواح الشريرة، ولكن بعد فترة قريبة قدروا العلماء يمسكوا وحش من الوحوش دي ويستخرجوا منه مادة خضراء، وبعدها فضلوا يعملوا تجارب على الحيوانات البدائية لحد ما حصلت المفاجأة، واللي هي قدر أحد الحيوانات الموجودة التكيف مع المادة دي، وبسببها كبر الحيوان وقدر يبقى نفس هيئة الوحوش دي بالظبط. وبعدها بفترة قدر مجموعة من الأشخاص يعملوا عقد مع الوحوش ديت، اللي تصبح من ساعتها حيوانات أليفة إلهم. والسبب الأساسي في العقد ده هو القوة الروحية الخاصة بالشخص، يعني بدون قوة روحية فانت ملكش اي لازمة في الحياة. وفي الوقت ده بيكون فيه اهتمام كبير من الاشخاص اللي عندهم قوة روحية عالية، لانهم يعتبروا خط الدفاع الاول في حالة هجوم الارواح الشريرة عليهم. خلاص بقى يا بطل، عرفت اللي فيها؟ طب يلا بقى نخش في الجد. بنشوف كلب بريء بيتعذب من حيوان معدل، وصاحب الكلب واللي اسمه يكيان بيكون زعلان من اللي شايفه، وبيكون اسم الشخص اللي بيعذب في كلب يكيان هو زهوي. وبيقول زهوي ليكيان: انا عاوزك تفتكر الموقف ده طول حياتك، وان في ناس زي مش هتعرف تواجههم ابدا، والمره دي انا اكتفي بحياه كلبك، ولكن لو وقفت في طريق المره الجايه ساعتها هيكون مصيرك زي كلبك. وقبل ما يمشي زهوي بيقعد يعذب في كيان، وبيقول له: فاكر نفسك هتبقى سيد روح بحته الهاسكي ده؟ طب مش الاول تعمل معاه عقد؟ وبيقعد اصحاب زهوي يتدمروا على يكيان، وبتكون حالته تصعب على الكلب الميت، وبيتعصب يكيان عليه وبيقول له: اضحك اضحك، ولكن اقسم لك اني مش هرحمك بعدين. وبيقول له زهوي بكل سخريه: مش لما تعرف تقوم من مكانك الاول؟ وبيقول له: اسمع يلا، انا في ايدي اخلص عليك دلوقتي، ولكن كنت اتمنى ده يحصل. وفجاه بتيجي بنت وبتقطع عليهم الكلام، وبتقول له زهوي: اسمع يلا، مش كفاك قتل حيوانه الاليف وكمان ضربه؟ انت المره دي تعديت حدودك بجد. وبتقول له: مهما حصل فهو لسه اخويا بالاسم، فمش تخلي الموضوع يكبر علشان مش تزعل مني. ومن هنا بنعرف ان يكيان شخص يتيم وفي عيله تبنته. وبيقول زهوي ليكيان: علشان المزه دي هخليك تعيش المره دي. وبعدها بتقول له: اخته بتعمل ايه هنا؟ وبيكون اسمها ريوتشي، ولكن مش بيرد عليها يكيان لانه حزين بسبب موت كلبه. وبتقول له ريوتشي: في مجتمع زي ده صعب جدا شخص عادي زيك يفوز على سيد روح. وبتقول له: انا خايفه عليك من زهوي لانه لو قتلك مفيش حد هيجرؤ يعترض على اللي عمله، ولكن مش بيديلها اي اعتبار حتى. بتقول له بكل حزن: مفيش فايده من اللي بتعمله، كلبك ميت بالفعل. وبتحاول تهون عليه وبتقول له ده كان مجرد كلب عادي ومش مستاهل ده كله. بيرد عليها وبيقول لها: مفيش داعي تواسيني لانك بالفعل سيدة روح، وعلشان كده فاحنا الاتنين في عالم مختلف تماما. وبيقول في يوم من الايام هكون سيد روح، وساعتها بيوعد نفسه انه هيكون اقوى سيد روح في العالم. وبعدها بيحفر حفرة علشان يدفن كلبه. وبيقول: من ساعة ما كنت صغير وانت الوحيد اللي كنت معايا، وكمان انت الوحيد اللي ما تجنبتش شخص عديم الفايدة زيي، وبالرغم من اني يتيم ولكن عمري ما شعرت بالوحدة معاك. وبيوعده انه هينتقم من اللي عمل فيه كده. وفجأة بتظهر قطة روحية وبتقول له: تم تفعيل نظام الحيوانات الروحية بواسطة الدم المضيف، ودلوقتي تقدر تعمل حيوان أليف خاص بيك انت. الولد يا عيني مصدوم ومش عارف ايه اللي بيحصل. وبتقول له القطة الروحية: علشان تعمل حيوان أليف فلازم تحط المضيف الخاص بيك، وكمان النظام هيديك صندوق غامض من وقت للتاني، وعلشان أول مرة تدخل النظام ده هيكون لك صندوق دلوقتي. وبتسأله إذا كنت عاوز تفتح الصندوق دلوقتي، ويكيان أول ما بيصدق بيقول لها: أيوة عاوز أفتحه. وبعدها بتنفذ طلبه وبيطلع من الصندوق نار الجحيم، ودي نار من العالم السفلي وتقدر تموت روح من 5 نجوم. وبيطلع كمان ساعة من الصندوق وعندها القدرة على التلاعب بالزمان والمكان، ولكنها حاليا مش شغالة. وبيستغرب يكيان من الحاجات اللي قدامه لأنه أول مرة يعمل عقد مع حيوان أليف. وبتقوله القطة الروحية: مش لحد هنا وقفنا، ولسه بإيدك تلاقي نجمة مصابة وتعمل معاها عقد، فمثلا ممكن تعمل عقد مع الهاسكي ده ويبقى حيوانك الأليف. وبيقول لها: لحظة واحدة، هو ينفع أرجع كلبي للحياة تاني؟ وبتقول له: أيوة، لأن الحيوانات المفقودة تعتبر من المواد برضه، وقطرة دم واحدة منك كافية بنسبة كبيرة ترجعه للحياة تاني. وكمان النظام بيفضل استخدام الضوء الأزرق ونار الجحيم علشان تعمل حيوان روحي قوي. طبعا بقى يكيان بيكون سعيد لأنه هيبقى السيد روح زي ما كان عاوز. وبعدها بيبدأ النظام يعدل على كلبه وفعلا بينجح في ده. وبيكون مميزات كلب يكيان إنه من النوع الشيطاني، وكمان التقييم من الفئة
5 نجوم وقابل للنمو، والاحسن من ده كله هي المهارات الخاصة بيه واللي بتكون الصدمة القاتلة وهجوم نار الجحيم، واخر حاجة مستواه واللي بيكون من الفئة 5F. اما على الشكل بقى مش عاوز اقولك حاجة في منتهى العظمة والجمدان. وبتقول القطة الروحية لازم تختار مهارتين دلوقتي حالا، وبيقول لها لو اخترت مهارتين فده يعني ممكن استعمل قدرة كلبي. وبتقول له ايوه تقدر تستعملها في اي وقت. وبيختار هجوم نار الجحيم والصدمة القاتلة، وبتبدأ تقول له المهارتين دول بيتم استخدامهم ازاي. وساعتها بيحس يكيان بتدفق الطاقة من جسمه، وبيقول يكيان لكلبه الشكل كده يا صاحبي مش هحتاج مساعدتك لان حاسس ان اقدر اهزم حيوان روحي من الفئة F. وبتقول له القطة الروحية لسه في حاجة أخيرة علشان تمتلك الحيوان الروحي ده، وهو إنك توقع عقد معاه. بيقول لها بس لما كان عندي 5 سنين ضعفت قوتي الروحية بسبب حادث، ودلوقتي أنا خايف يحصل لي نفس الكلام، وكمان أنا مش متوقع إن شخص زيي يبقى سيد روح. وبيفتكر ساعتها كلام الناس عليه. وبتقوله القطة الروحية ما تخافش من حاجة لأن الحيوانات اللي بيعملها النظام نسبة النجاح فيها 100%. بيقول لها خلاص يلا بينا نبدأ. وبيعور صباعه لأن التعاقد بيكون عن طريق دم المضيف، وبيحط صباعه على جبهة كلبه وبيتم التعاقد بكل سهولة. ويكيان بيكون سعيد لأنه هيقدر يتواصل مع كلبه، وبيقول له شكلك جامد يا صاحبي ولكن لو تعرف ترجع لشكلك القديم هيكون أحسن. وفعلا بيبدأ يتحول وبيرجع لهيئته الأصلية. وبيقول له يكيان من النهاردة يا صاحبي مفيش حد هيجري ويقلل مننا تاني، وبكرة هيكون في تصفية حساب للناس اللي كانت بتضربنا. ولما بيرجع البيت بتقول له أمه انت اتأخرت ليه وكنت فين المرة دي، وكمان هدومك وسخة ليه، انا قلت لك 1000 مرة مش هجيب لك هدوم جديدة. ويكيان بيكون واقف وغضبان منها، وللعلم دي مش امه الحقيقية. ومرة واحدة بيسيبها يكيان وبتقول له انت ازاي قدرت تسيبني وتمشي، هو انت فاكر نفسك بالحركة دي يعني مش هطردك عشان ترجع للشخص اليتيم مرة تانية. وبتقول له كمية كلام قاسي وصعب حد يسمعه. بيقول لها يكيان لما كان عندي 5 سنين حصل لي حادث وادى الى اصابتي النفسية، وفي نفس الوقت اختفى والدي لاسباب غامضة، وبعد شفائي خدوني لميتم الاطفال. ولما بقى عندي 6 سنين اتبنتنا عيلة واللي هي انتو، ولكن كان عندهم بنت في الوقت ده. وبعد فترة من الوقت عرفوا ان قوتي الروحية ضعيفة ومتضررة تماما، وساعتها كنت الشخص الوحيد الغير قادر على التعاقد مع حيوان روحي أليف، ومعنى ده ان من الطبقة الأدنى في المجتمع. والقانون بيقول ان الايتام اللي في ناس اتبنتهم بيتم تربيتهم لحد سن 16 سنة. ونظراتكم ليا كانت مؤلمة في الوقت ده، وحتى لو ما عملتش حاجة فكنت برضه بتضربوني، وساعتها ما كانش في ايدي حاجة غير ان اقبل الوضع ده. ولكن من اللحظة دي انا مش مضطر اعيش حياتي كده. ودلوقتي سمعيني كنت بتقول ايه من شوية. وفجأة بتقطع روتش الكلام وبتقول له في حد بيعمل الكلام ده، وبتقول لها امها ملوش لازمة الكلام لان خلاص ما عادش فاضل حاجة على بلوغ ال16 سنة ومش هنحتاجه في حاجة بعد كده. ومن غضبها بتقول له بعد كل التعب اللي تعبته علشان اربيك مفيش ذرة امتنان بدخلك، وكمان جاي وبتهددني. وبتقول له بكل غضب اخرج من البيت ده ومش عاوز اشوف وشك تاني. بيرد عليها كيان وبيقول لها كده كده ما كنتش ناوي اقعد في المكان ده اكتر من كده، وان حياتي احسن من غير العيلة دي بكتير. وبتقول له طب يلا امشي بمؤهلات القمامة اللي معاك دي، وعلشان تبقى عارف فانت مجرد حشرة في المجتمع ده، ومن غيرنا هتعرف يعني ايه التشرد في الشوارع. وبعد ما بياخد حاجته وبقول هي الحياة صعبة ولا بتهيألي، ولكن انا دلوقتي ما عدتش بفكر في النجاة وانما اعيش حياة زي التانيين واحسن كمان. وفجأة بتنده عليه اخته روتشي وبيقول لها ايه اللي جابك هنا. بتقول له ارجع البيت واعتذر لامي وانا هخليها تسامحك. بيقول لها انت مجنونة، انا مش هرجع البيت وكمان مش هعتذر لان ما غلطتش في حاجة. وبتقول له خلاص يا عم خد الفلوس دي لانك هتكون بالخارج واكيد هتحتاج تشتري الاكل، وكان نفسي اساعدك اكتر من كده ولكن هو ده اللي معايا. الواد بيكون مستغرب وبيقول لها على الرغم من انك اختي بالاسم ولكن انت الشخص الوحيد اللي مش سخرت مني على عكس الجميع. وبيقول في سر صحيح ما كانتش بتعاملني بطريقة كويسة ولكن عمرها ما انضمت للناس اللي كانوا بيتنمروا عليا. وبياخد منها الفلوس وبقول لها اعتبري ده دين خدته منك وهرده المرة الجاية. وبتقول له خلاص يا عم انا موافقة بس خليك في امان. بعد كده بيروح يكيان لشخص بيأجر غرف وبيقول له الراجل مكان كويس اهو ولكن ثمنه 2000 جنيه في الشهر، وكمان الشخص اللي هيكون ساكن معاك هي بنت جميلة ولكن في بعض الاحيان بتكون غامضة ومزاجها سيء وملهاش وقت كبير في البيت. ولكن خد بالك مهما حصل اوعى تدخل الغرفة الغلط علشان مش تتعرض للضرب ومش بعيدة عليك انك تعملها. وفي اليوم التاني بيروح يكيان المدرسة وبيكون زهوي اللي ضربه موجود هناك وبيقول له جرحك ازاي اتشفى في ليلة واحدة، بس بجد ابهرتني بقدرتك العالية على التجدد. وبيقول له هو مش الحيوان المزاف بتاعك ده مات فليه لسه بتيجي المدرسة؟ وبيقول له يكيان جيت في وقتك يا معلم، ده انا لسه كنت بدور عليك من شوية.
وبيقول له زهوي من امتى والوش القبيح ده اطول مني؟ هو طول من كتر الضرب ولا ايه؟ وكيان بيكون ساكت ومستمتع باللي بيحصل. بيقول له زهوي انا بكلمك يالا، يعني توطي راسك وانا بكلمك. بيكون هيضرب كيان على وشه ولكن بيعكس اتجاهه وبيقول له ده كان زمان. ايه الواد زهوي مذهول من مقاومته ليه. بيقول له يا كيان انا بقاوم، طب تعالى اوريك يعني ايه مقاومه. بيمسك ايد زهوي بيكسر له كل عظمه موجوده في دراعه ومن قوتها بتنزف ايد زهوي وبيصرخ من الالم. ومش كده وبس، بيديله حته رجل بيطيره في الحيطه وبيقول له يا كيان دي بس البدايه، ده انا هدفعك كل شيء ولكن بالبطيء. والطلاب كلها بتقول هو يا كيان من امتى هو عنيف كده وايه سبب تغيره المفاجئ ده. والطالب اللي هناك بيقول ازاي العاجز ده قدر يتغلب على زهوي. وساعتها بيقول زهوي ازاي تجرأت على ضربي يا عديم الفايده، انا فعلا نادم لان ما خلصتش عليك امبارح. وبيستدعى زهوي الذئب الحديدي بتاعه وبيقول له اظهر. ومهارات الذئب بتاعه بتكون اقل من مهارات كلب يكيان. وبيقول يكيان في سر الوحش ده نجمه ونص على عكس حيوان الروحي واللي هو 5 نجوم. ولكن بعد دمج مهارات كلبي فهل انا قادر على هزيمه حيوان روحي من المستوى F3. وفي نفس الوقت بيدي زهوي امر لذئبه بالهجوم على يكيان. ومن هنا تبدا العظمه كلها يا صديقي. وبيجي من الذئب الحديد على يكيان ولكن بيفعل يكيان مهاره الصدمه القاتله وبيطير الذئب اللي قدامه بكل سهوله. والواد زهوي مش مصدق مقدار القوه اللي حصل عليها يكيان، والذئب بتاعه من اول ضربه بينام مكانه. والطلاب بتقول ازاي يكيان قدر يتغلب على الذئب الحديدي بتاع زهوي ولدرجه انهم بيقولوا عليه ده مش بشري خالص. والطالب ده بيقول ازاي قدر يهزم حيوان روحي بقوته الخاصه بس، وغير كده ده ذئب ومعروف بقوته العاليه. والزهوي بيكون وصل لاقصى غضبه من يكيان وخلاص مش شايف قدامه. بيقول له يكيان في حاجه مضايقاك يابا. ولكن فجاه بتدخل عليهم بنت وبتقول لزهوي وقف المهزله دي حالا. وبتقول لزهوي انت عارف ان ممنوع استدعاء الحيوانات الروحيه داخل الفصل. وبيكون اسم البنت دي شيشاوي. بيقول لها زهوي خليكي بره الموضوع ده. وبيستعد هو والذئب بتاعه علشان يهجموا على يكيان. وبتقول له شيشاوي انت ازاي تجرؤ على ده. ومره واحده بتستدعى حيوانها الروحي وبتقول لزهوي لو مش خفيت حيوانك دلوقتي فساعتها مش هيحصل لك طيب. وبيكون مستوى الحيوان بتاعها F9 وكمان 4 نجوم مقابل للنمو. ويكيان بيكون منبهر من حيوان شيشاوي لانه من النوع الناري وده طبعا غير قوتها العاليه. وفجاه بتدخل معلمه الفصل وبتقول اللي بيحصل بالظبط. وبيكون اسمها جانج وكلهم مرعوبين منها. وبتقول لهم انتوا عارفين ان ممنوع استدعاء الحيوانات الروحيه جوه الفصل. وبتقول لشيشاوي المفروض تمنع ده يحصل لانك مراقبه الفصل. وكمان ما فكرتش في اصحابك انهم ممكن يتأذوا بسبب حاجه زي كده. البنت بتكون مكسوفه وبتقول لها زوي هو اللي استدعى حيوانه الاول وان حذرته ولكن هو رفض يسمع لكلامي. وبتخبط عصايتها بكل غضب على المكتب وبتقول لزوي يصرف حيوانه الروحي ويروح للمستوصف. الواد زوي بيقول لها حاضر هعمل لك اللي انت عاوزاه دلوقتي. وبعدها بيرجعوا هما الاتنين حيواناتهم الروحيه. وقبل ما يمشي بيقول له يكيان انا عمري ما هنسالك ده. بيقول له يكيان انا موجود واللي تقدر عليه تعالى اعمله بس خليك فاكر ان دي البدايه وهخليك تدفع كل شيء عملته ولكن بالبطيء. وبتقول المعلمه في سرها ازاي يكيان قدر يواجه الذئب الحديدي بقوته الخاصه بس وعلى ما اظن المفروض انه يكون اضعف من كده. وبعدها بنروح لملعب المدرسه وبقول يكيان لشيشاو مش مفروض انك تتعاقبي وان ده كان خلاف بيننا انا وزهوي. وبتقول له انا مقدره موقفك ولكن مش كنت هسيب زهوي يتنمر عليك. وتعالى بقى يا بطل اعرفك هما بيجروا ليه دلوقتي. وبنرجع لمعلمه شيشاو واللي كانت بتقول لها على الرغم ان معظم اللوم كله على زهوي ولكن انت برضه كنت غلطانه وده بسبب حيوانك الروحي واللي كان ممكن يسبب اضرار عاليه وعقاب على ذلك هتجري 5 مرات حوالين الملعب. وطبعا بتقول لها حاضر انفذ اللي قلت عليه. ولكن بينادي يكيان على المعلمه الجاج وبقول لها ده كان بسببي برضه وعلشان كده فانا غلطان برضه ولو سمحت فانا عاوز اتعاقب بجانب مراقبه الفصل. بتقول له طالما انت عاوز كده فمش همنعك وبس كده هو ده السبب يا معلم. نرجع بقى ليكيان واللي بيقول لها ازاي اسيبك تتحملي عقابي انا وزهوي. هو انت ما شفتنيش وانا حاطط عليه الصبح. بتقول له ايوه كنت واد جامد. وبنعرف ان شيشاو ويكيان يعرفوا بعض من زمان لانهم كانوا مع بعض في دار الايتام ولكن بسبب قوتها الروحيه العاليه فكان واضح انها هتبقى سيده روح موهوبه وعشان كده اتمناها رئيس جمعيه الاداره الملكيه واللي اسمه جاينجان. وكمان بفضل قوتها الروحيه الهايله بات من اقوى ساده الروح في جيلها. نرجع بقى لشيشاو واللي بتقول ليكيان انا سمعت الصبح ان حيوانك الاليف زهوي قتله. وبتساله اذا كان الكلام ده صح ولا لا. وبتقول له انا عارفه ان زهوي بيزعجك من استمراره ده علشان غيران من العلاقه اللي بينا وانا رفضت اعترف بحبه من فتره قريبه ولكن ما كنتش متوقعه ان زهوي هيعمل حاجه زي كده. وبتبدا في العياط لان صاحب يكيان الوحيد كان كلبه ودلوقتي هو مات بسببها. بيقول لها بس يا عبيطه دي مش غلطتك وانما غلطه زهوي وكمان كلب لسه
عايش وبصحة جيدة، ولو مش مصدقاني فبص بصة في البوابة دي. وفجأة بيطلع من البوابة كلب يكين، وبتكون شيشاوي سعيدة لأنه لسه عايش. وبيغمز كلب يكين إله وبيقول له إيه رأيك؟ هنفع ممثل مش كده؟ بيقول له يكين بتعمل فيا كده. وبتقول شيشاوي ليكين إزاي تم استدعاء كلبك من بوابة العقود دي؟ ما تقوليش إنك وقعت عقد معاه وده يعني إنك بقيت أخيرا سيد روح. بيقول لها أهو اللي حصل بقى، لو كمان أخدت كنوز من الصندوق، بالإضافة إنهم مش عالجوا كلبي وبس، ده كمان استعدت قوتي الروحية المفقودة. وبتكون شيشاوي فعلا سعيدة عشانه. أما بالنسبة للعيب هو بيعرف إن يكين بقى سيد روح، وبالتالي مش هيتم إقصاء من الامتحانات النهائية أبدا. وبيقول في سره أنا لازم أقتله مهما حصل. وبعدها بيروح يكين على بيته الجديد، ولما بيفتح الباب بيستغرب إنه مش كان مقفول، لا وبيشوف واحدة في الحمام كمان. وبتكون خلصت وخلاص طالعة، ولكن بتحس بحد جوه البيت. وبيقول لها يكين اللي حصل ده كان سوء تفاهم ومش كان قصدي. وبيسألها إذا كانت هي الشخص اللي اتكلم عنه المالك، ولكن فجأة بتهجم عليه بالسكينة وبيتفادى الهجوم بكل صعوبة. وبيقول لها بتعملي إيه بس؟ وبتقول في سرها إزاي الوغد ده قدر يتفادى الهجوم بتاعي؟ ده أكيد شكله محترف، ولكن ده بتهجم عليه بكل شراسة عن الأول. بيقول لها يكين عارف إني غلطان والمفروض كنت أخبط قبل ما أدخل، ولكن أقسم لك إن ده كان غصب عني. بتقول له أنت خليت فيها اعتذار، وبتزود عليه الهجوم تاني، ولكن يكين بيكون عنده ردود أفعال سريعة. بيقول لها ما بدهاش بقى، لازم نتكلم بدون قتال. ومرة واحدة بيمسك ايديها وبتقعد تقاوم، ولكن بتتزحلق رجليها وبيقعوا هما الاتنين. بيقول لها يكين انا مش ناوي اعمل لك حاجة وسيبيني افهمك على الموضوع. وبيقول لها ان برضه بتهجر في المكان ده، واللي حصل من شوية كان سوء تفاهم. وبعدها بيقول لها انت مش ناوي تهجمي عليا تاني صح؟ بتقول له ايوه مش هعمل كده، ولكن بتكون غدارة درجة اولى وبتهجم عليه. وساعتها بيفعل يكين مهارة الصدمة القاتلة وبيلحق نفسه. وبيقول في سر البت دي خطيرة قوي. وبيقول لها يكين انت قلت مش هتهجمي عليا تاني. وبتقول له انا وعدتك ولكن بدون استخدام السكينة. وبتقول في سرها هو ايه اللي حصل دلوقتي؟ وكأن مش عارفة احرك جسمي، يا ترى هو الشخص اللي قدامي بيقدر يتحكم في الناس؟ المهم بيقول لها يكين انا جيت هنا امبارح وسمعت من الملك انك غامضة في بعض الاحيان، وعلشان كده انا مش قادر افهم افعالك، وان اللي حصل ده من شوية كان سوء تفاهم، ولكن انت برضه غلطانة وما كانش المفروض تسيب الباب مفتوح. بتقول له خلاص انا هسيبك النهارده، واحسن لك تنسى اللي حصل ده علشان مش هقتلك. وبيقول في سره الملك فعلا صادق لان مزاجها سيء جدا. وفي اليوم التاني بيروح يكين لمدينة اسمها المرتزقة، وبيكون واقف في الدور وبيقول له الشخص اللي قدامه انت محتاج شارة المرتزقة علشان تبدأ تنفذ المهام. وبيقول للبنت اللي قدامه طب ايه هي الشارة دي وازاي اجيبها؟ بتقول له طالما انضمت لمجموعة رسمية من المرتزقة ساعتها هتاخد الشارة على طول. بيقول لها عارف ان غبي بس ازاي انضم للمجموعات دي؟ بتقول له طبع الخريطة وهتوصل لمكان التوظيف، وانك هتلاقي مجموعات كتيرة هناك. وبعدها بيشكرها وبتقول الناس عليه الولد ده فعلا محترم. وهو ماشي بيقول كان المفروض اروح لساحة التوظيف بعدها ارجع تاني، ولكن هو ماشي بيقول الشخص الجامد ده. وساعتها بيقطع الضخم الدور وبيقف الاول عافية، والناس بتكون متضايقة منه جامد. وبيقول له الشخص اللي جنبه يهبل انت عاوز تموت ولا ايه؟ ده سيد روح من الرتبة ايه، والشخص ده يا صاحبي اسمه كوي وو، وده من مجموعة الدم الحديدي وكمان اللي محتل المرتبة الاولى في مدينة المرتزقة. بعدها بيدخل كوي على البنت وبيقول لها دوري لي على مهمة حالا. بتقول له من فضلك انت خلفت القواعد ولازم تلتزم بالدور. بيقول لها وانت مين علشان تمنعيني؟ والبنت بتكون في حالة رعب تماما. بيقول لها كوي انا خلفت الدور ومفيش حد اتكلم، ودلوقتي جايه تقولي لي التزم بالقواعد؟ بترد عليه تاني وبتقول له من فضلك التزم بالدور. بيقول لها شكل الاحترام مش جاي معاكي سكه، وبيرفع ايده علشان يضربها ولكن بيتدخل يكين على اخر لحظه. عظمه اقسم بالله. بيقول له مش عيب عليك لما تمد ايدك على بنت؟ وعلشان تبقى عارف دي اكتر حاجه بكرهها. كوي بيقول ازاي انا مش قادر اتحرك، وبيقول له يكين ازاي طالب زيك عنده القوه دي كلها؟ والناس بتقول من الشخص اللي ماسك كوي ده. وكمان بيقولوا مش مفروض انه يكون سيد روح في السن ده. وبيقولوا كمان بعد استفزاز الكوي فلا احسن ليه يموت. وبيقول كوي في سره انا لو خسرت قدام الطالب ده ساعتها هكون ضعيف في عيون الناس. وبيرفع ايده على يكين وبيقول له خليك في نفسك ولا انت بتفضل الموت. وبيكون هيدي يكين واحده في وشه، ولكن بينفذ يكين وضعيه وبيجيبه الارض. وحرفيا يا صاحبي علم عليه تماما. ده غير الناس اللي بتقول ازاي هزم كوي بحركه واحده. وكمان صعب حد يهزم بطل الحلبه السفليه للقتال في مدينه جايان. وبقول كوي ليكين انا مش هحلك لو حصل ايه. وفي نفس الوقت بيستدعى الحيوان بتاعه واللي هو نجمتين، ولكن المستوى اس 3 وده مستوى عالي جدا. وبيدي امر لحيوانه بالهجوم على يكيان. وبيقول يكيان في سره ده حيوان روحي من القوه الخالصه وهيكون صعب التعامل معاه. وفي نفس الوقت بيهجم حيوان قوي على يكيان ولكن مفيش حاجه حصلت له. وبيقول له يكيان تعالى اوريك اللعب ازاي. الواد يعني بيتخض وبيقول ازاي طلع منه حي، ده غير ان الكل اتبهر بيه. وبعدها بيفتح يكيان بوابه العقود وبيستدعى
حيوان الروحي. وبيقول الشخص اللي هناك ده باين عليه انه يمتلك حيوان روحي شرس، ولكن حصل اللي عمره ما يجي في بال حد، والكل بيستغرب من حيوانه الروحي، وكانوا مفكرينه وحش كاسح فعلا، وهو فعلا كده في الاساس. وفي الاول بيقعدوا يسخروا عليه ومش هيكمل دقيقه وهيموت. وبيقول له كوي وانا اللي كنت فاكرك من عيله غنيه، ولكن انا اللي كنت غبي طول الوقت ده، ودلوقتي تعالى وريني هتعمل ايه. وبيقول كوي لحيوان الروحي لو قطعت الكلب ده هعزمك على لحم مشوي. وبيقول يكل لكلبه الشايف يا اسطى بيقولوا عنك ايه، انا بقى عاوز اوريهم مين انت فعلا. وفي لمح البصر بيهجم حيوان يكين على الدب الهاجي، وساعتها بيسخر كوي من هجومه، ولكن فجاه بيتحول كلب يكين لشكله التاني، وساعتها بيكون كوي مرعوب من ده. وبيقول يكين لكلبه خلي بالك وانت بتتحرك. وبيستخدم الصدمه القاتله على الدب وبيسبب له اضرار عاليه. وبيقول كوي في سره ده باين عليه محترف، ولكن بيؤمر حيوانه بعدم التراجع. وبيقول له انا عايزك تقطعه ل 100 حته. وبعدها بيستخدم كوي التاثير الوحشي الخاص بالحيوان بتاعه. وفي الناحيه التانيه بيستخدم يكين دور الجحيم، ولكن بيهجم حيوان كوي على كلب يكين بسرعه فائقه. بيقول له يكين خلي بالك، ولكن بيكون فات الاوان. وبيجري عليه يكين، ولكن ساعتها بيكون مصاب جدا ولدرجه انه بينزف دم كتير. بيقول له يكين ده كله غلط لان ما عنديش الخبره الكفايه في القياده، وكان غباء مني الهجوم على وحش من القوه الخالصه. وفي نفس الوقت بتيجي فكره ليكين واللي هي الهجوم المضاد. وبيقول في سره الحيوان ده فعلا يستحق يبقى من الرتبه ايه، ولكن ازاي يقدر يقف قدام نار الجحيم واللي هي نار سفليه وعندها القدره على احراق اي شيء تماما. ولكن لما بيقرب منه حيوان كوي بيلاحظ ان فعلا فيه اضرار على جسمه، وبيعتذر يكين لكلبه لانه اصابه بشده. وبيقول له روح دلوقتي استريح وانا ههتم بالموضوع. وبيقول له حيوانه بس لو رجعت هتعمل ايه لوحدك. بيقول له ما تخافش لان عامل حسابي. بيقول له كوي انت عيل وباين عليك عاوز تموت، وانت ازاي تجرؤ على ترجيع حيوانك الروحي في الوقت ده. بيقول له يكين لو حيوانك الروحي اتصاب بشده فهل هتخليه يكمل عشانك، وانت شخص زيك ما عندوش اهتمام بحيوانه لو حصل له حاجه، ونفسي اعرف انت سيد روح على ايه. بيقول له كوي هو انت فاكر نفسك بطل علشان بقيت سيد روح. وكمان بيقول له لما باخد مهمه فانا مش عارف اذا كنت هعيش ولا لا، وهي دلوقتي جاي تقول لي اهتم بحيوان الروحي وانا ما عنديش وقت لنفسي. وبيقول له تعالى بقى لان الموضوع طول بجد. وبيدي امر لحيوانه بالهجوم على يكيان، وبيهجم الدب على يكيان، ولكن بيتدخل واحد في اخر لحظه. وبيقول لك انت عارف قواعد المدينه كويس، وبالنسبه للضغينه اللي بينكم فمش مسموح القتال هنا. والناس كلها بتستغرب من الشخص ده وبيقولوا ايه اللي بيعمله هنا. وبتقول واحده ما تقوليش انه جاي علشان يهتم بمجموعه الدم الحديدي. بتقول البنت اللي هناك مجموعه الدم الحديدي مشهوره فعلا، ولكن مقارنه بالسيد الشاب فهم ما يسوش حاجه. بيقول لي كان في سر هو ده ابن سيد المدينه ولا ايه. وبيقول كويس للسيد الشاب انا عارف القواعد، ولكن مش مفروض انها للمرتزقه العاديين بس. هو كمان في النهايه الولد ده اللي مني ومفروض يدفع الثمن. بيقول له السيد الشاب يا ريت تنسى الموضوع ده عشاني، او بلا صح تنسى مجموعه الدم الحديدي. بيقول له كوي وده ليه ان شاء الله. بيقول له السيد الشاب انت مش مؤهل انك تتكلم بمجموعه الدم الحديدي. وساعتها بيكون كوي مولع ولكن مش في ايده اي حاجه يعملها. وبعدها بيمشي وبيقول له كده سيبك تعيش النهارده علشان السيد الشاب بس. وكمان بيقول له لو راجل خليني اشوفك في المدينه دي وانا هوريك الموت بعينك. بعدها بيرجع حيوانه وبيطمن السيد الشاب على يكيان، وبعرفه بنفسه وبقول له انا اسمي ستيلا وسيد المدينه دي. وبيقول له يكيان اسمه وبيشكره على الموضوع اللي حله من شويه. بيقول له ستيلا لا والله المفروض انا اللي اشكرك لانك ساعدت واحد من فريقي، وعلى الرغم انك كوي شخصيه مش كويسه ولكن قدرت تصيب حيوانه القوي. بس بقول لك من دلوقتي خلي بالك على طول لانه شخص انتقامي وانا متاكد انه مش هيسيبك في حالك. بيقول له يكيان شكرا على تحذيري. وبنروح لساحه التوظيف وحاليا مجموعه الدم الحديدي بتوظف وما فيش متطلبات للعمر او المستوى، ولو عاوز تنضم كل اللي عليك تسجل اسمك. وبيقول شخص اكيد اللي عندهم حيوانات روحيه قويه هيكون لهم الاولويه بالانضمام. وبعدها بيعدي يكيان على مجموعات كتيره من المرتزقه وبيكون مستغرب من طريقه الانضمام. وبعدها بيلفت انتباهه البنت اللي ساكنه معاه وبيروح يسالها على حاجه. بيروح يكيان للبنت اللي ساكنه معاه وبيقول لها باين كده مفيش مهرب مني. وبتكون منزعجه منه وبتقول له هو انت عاوز ايه تاني؟ هو انا مش حذرتك الليله اللي فاتت ولكن شكلي كده هخلص عليك. بيقول لها انا جاي اعتذر منك تاني ولكن شكلك متضايقه مني اكتر. وساعتها بيجي واحد من ورا يكيان وبيقول للبنت هو ده صاحبك ولا ايه؟ بتقول له لا خالص. واخيرا بنعرف اسمها وبيكون تشان. بيقول له الشخص هو انت عاوز تنضم لمجموعه الثعالب ولا ايه؟ وهو بيقول له انا اسمي شياو وكمان رئيس مجموعه الثعالب، واللي قدامك دي بنتي واسمها تشان جهان، بس انا حاسس انكم تعرفوا بعض من زمان. وبتكون تشانج غضبانه وبتقول له انا قلت لك مش هعرفه. وبيقول له الراجل العجوز مش ناوي تعرفنا بنفسك ولا ايه؟ وبيقول له اسمي كيان شان. بيقول له انت بتتكلم بجد؟ ده انا برضو المقطع الاول من اسم نفس اسمك. وهو بيكون طاير من الفرحه وبيقول له ده على كده ممكن نكون قرايب.
بيقول له ايكيد ده ملوش علاقة، وبيقول له خلاص انسى الموضوع، ودلوقتي يقول له هتبدأ تشتغل من امتى؟ بيقول له بتقول ايه بس؟ بيرد عليه ويقول له صحيح نسيت اقول لك، انت من دلوقتي بقيت واحد من مرتزقة الثعالب. بتقول له بنته بتعمل ايه بس؟ وبيقول لهم ايكيد صبركم عليا، انا مش قلت اني عاوز انضم المجموعة؟ بيقول له هو انت مش جاي علشان تنضم لمجموعة؟ بيرد عليه ويقول له ايوه. بيقول له طيب هو انت شايف بنت جميلة؟ بيقول له ده اكيد طبعا. ساعتها بيقول له ده يعني مجموعة الثعالب هي خيارك الاول، وبتكون تشانج فعلا منزعجة بده. لو بيقول له كمان هديك الامتيازات الخاصة بالمجموعة، ولكن ساعتها بتيجي بنته من وراه وبتديله على دماغه، وبتقول له انت بتخرف زيادة عن اللزوم. وبيقول له كان شكلها كده مكسوفة. بيقول له كان هو انت كويس ولا ايه؟ وساعتها بيقول له خلاص انت كده معانا في مجموعة الثعالب، ودلوقتي لازم اسجل معلوماتك في النظام، وكل اللي عليك تكتب اسمك وبعدها امشي زي ما انت عاوز. وساعتها بتقول له تشانج هقتلك يعني هقتلك. وبعدها بيمسك الراجل ايدي كيانو وبيقول له يلا بينا على مقر الثعالب. بيقول له يا كيان طب اهدى بس، ولكن بياخده ويطير، والناس كلها مش مصدقه ان كان انضم للمجموعه دي، وهو بيقولوا عليه لسه صغير ومش المفروض يكون هنا. وبعدها بنروح لمقر الثعالب، وهو بيقول له ابو تشانج هو ده المقر بتاعنا، وكمان في ايدك تاخد نظره حوالين المكان. وكان بيكون مش شايف له اخر وبيساله اذا كان في حد جنبنا. بتقول له تشانج مش تدوخ نفسك، احنا بس 3 اللي في المجموعه دي. بيقول لي كان في سره دي مرتزقه ولا مجموعه على باب الله، وشكل كده اتنصب عليا. اللي هو كمان بيقول هو مسموح لنا بالمهام اصلا، وانا محتاج شغل علشان اكسب منه، وحاليا معيش ولا فلس دلوقتي. بيقول له الراجل العجوز ما تقلقش من حاجه، واحنا المجموعه بتاعتنا مناسبه للاعضاء جدا، ودلوقتي في مهمه من مستوى نجمتين، وانا بفكر انك تروح مع تشانج دلوقتي. بيقول له يا كان انت بتتكلم جد؟ هو في مهمه فعلا من نجمتين؟ ده على كده الموضوع طلع سهل غير ما انا كنت فاكر. بتقول تشانج بصوت عالي دي مهمه سهله بالنسبه لي، وانا مش محتاجه واحد زي ده يبقى معايا، ده غير اني هحميه في القتال. بيقول له ابوها انا دلعتها كتير وما تاخدش كلامها بجد يعني. بيقول له يا كان انا هتصرف، ده غير انه مستحيل اتشاكل معاها. بعدها بيروح لها وبيقول لها بكل ادب انا محتاج اشارك في المهمه دي، وكمان عاوز اشوفك وانت بتاكل الارواح. بتقول له خلاص انا موافقه، بس احسن لك مش تيجي وانت بعيط بعدين، وعلشان تبقى عارف المركبه جاهزه دلوقتي ويلا بينا علشان نتحرك. وبعدها بيروحوا لمكان المهمه، واللي هي العثور على روح شريره من المستوى اي، وفي اخبار بتقول انها ظهرت على الطريق الوطني السريع لمدينه جاين جان، وبالاضافه انه صعب العثور على الروح دي لانها من نوع الاشباح، وكمان سببت الروح دي مشاكل للتجار اللي كانوا بيسافروا على الطريق الوطني السريع. بيقول لها كيان طب ازاي هنقتلها؟ ولكن فجاه بتظهر واحده قدامهم، وساعتها بتكون طايره في الهواء وبيطلع ان دي جنيه وعندها القدره على سحر العين، وبالفعل بيتم سحرهم وخلاص بيدخلوا جوه عالم من الاحلام. وساعتها بيقعد كلب يكاد يصح فيه لحد ما بيستوعب، وبيقول يكاد هو ايه اللي حصل، ولما بيبص قدامه بيلاقي الصخور رايحين عليها بسرعه، ولكن بيغير الاتجاه على اخر لحظه، وبيقعد يصح في تشيرج ولكن مفيش فايده، والغريب انها بتضحك على الفاضي. بيقول يكاد في عاله طب انا اعمل لها ايه دلوقتي وهي دايسه على البنزين، ولو ما عملتش حاجه بسرعه هنروح فيها كلنا. بيقول له كلمه طب جرب استخدام الصدمه القاتله. بيقول له خلاص طالما انت شايف كده، وبعدها بيستخدم الصدمه عليها وبترجع لطبيعتها، وبتقول له هو ايه اللي حصل من شويه، وساعتها خلاص كده وهيلبسوا في الحيطه اللي قدامه، ولكن بتدوس على الفرامل في اخر لحظه، ومره واحده العربيه بتقف وبيطلع يكاب من الازاز، وبيلبس في الحيطه وبتنزل تشارج من العربيه بسرعه، وبتروح عليه وبتقول له انت كويس ولا لا، ولكن يكاد بيكون ساكت وبتقول له رد عليا مش تخوفني كده، وبيفتح يكاد عينه وبيكون اتصاب فعلا، وبيقول لها ابوكي فعلا صادق وادي ورا الوش القاسي ده في الحياه يا بنت طيبه. بتقول له لا يابا انا كنت بتاكد اذا كنت ميت علشان ارميك للارواح الشريره، وبتفلت ايديها وبيقع على الارض، وبعدها بتقول له احنا فين دلوقتي، ولا حاسه ان احنا بعيد عن الطريق بتاعنا، وبيقول لها كان من شويه كنا في وهم، وحاسس بنسبه كبيره ان الارواح الشريره هي السبب، وبالذات اللي هي من نوع الاشباح. بتقول له هو احنا كنا في وهم؟ طب وازاي هربت منه؟ بيقول لها ده بفضل كلب يقول لي اسمه 205، وبعدها بيستدعيه من بوابه العقود، وهو بيقول له كلمه هو انت جبتها علشاني ولا ايه؟ لا وكمان بنت جميله قوي. بيقول له كده بطل اللي بتعمله ده وارجع تاني، ولكن يستاهل لانه حذره، هو مره واحده بتديله تشارج ضربه بتخليه ينسى اللي وراه واللي قدامه، وهو بيقول كلب كان الاخت دي باين عليها شرسه قوي، لا وكمان بيلبس في الحيطه، وهو بيقول لها كان حيوان الروح ده من النوع الشيطاني، وعلشان كده فهو كويس قدام الاشباح. بتقول له ايوه علشان كده مش خليته يموت، وهو بتقول في سرها هو الكلب ده من النوع الشيطاني، ده باين عليه نوع سخيف قوي، وبعدها بتقول له احنا مش قدامنا وقت كتير، ودلوقتي لازم ندور على الروح الشريره، ولو مش عملنا كده قبل الليل ساعتها هنكون في خطر. بيقول كل كلمه هو انت عندك القدره على تتبع الارواح الشريره؟ بيرد عليه ويقول له ايوه، وبعدها بيبدا يتعقب الروح الشريره ولكن
ولكن وهو ماشي بيحس بشيء غريب في الغابة. هو بيقول لكل تشارج خلي بالك لأنها ممكن تكون موجودة هنا. ولكن الغريب بيقول لكل هو كلب بيذبح على الفاضي ليه. وفي نفس الوقت بتستدعى تشارج حيوانها الروحي، وهو بيكون التقييم بتاعه نجمتين ونص، وهو كمان قابل للنمو، ده غير مستواه واللي هو E4. ونقطة ضعف الحيوان ده هو النوع الصخري. وبعدها بتقول تشارج لكل الروح اللي قدامنا من نوع الأشباح، فطبيعي لو مش عرفنا نشوفها. وكمان الحيوانات الروحية بتاعتنا تعتبر خصم جيد ليها، فأكيد مش هتواجهنا وش لوش. وهو بيقف في كل لحظة وبتقول له تشارج هتعمل ايه، وفي نفس اللحظة بيقول لكل كلب انت عارف هتعمل ايه. وفجأة بيتحول كلب يكل شكله التاني. وهو بتكون تشارج مصدومة وبتقول له هو ده الحيوان اللي شفته من شوية. وهو مش عاوز اقول لك كمية الصدمة اللي عليها. وهو بيقول لكل كلب هو انت شايفها قدامك دلوقتي؟ بيقول له ايوه شايفها اهو. وهو بعدها بيقول له كانت زي الفل. ودلوقتي استخدم نار الجحيم علشان تظهر لينا. وبعدها بيستخدم نار الجحيم على المكان وفعلا بتظهر الروح الشريرة، وبيكون المستوى بتاعها E7. وكمان عندها القدرة على إغراء الناس في الأحلام، ولكن نقطة ضعفها الوحيدة هي الأنواع الشيطانية واللي هي زي كلب يكيان. وساعتها الروح بتكون غضبانة وبتصرخ في المكان كله. ويكين وتشارجي بيحطوا ايديهم على ودانهم، وبتقول تشارجي لحيوانها الروحي يهجم عليه بغضب السماوات، وبعدها بيهجم على الروح وبيقدر يصيبها. وساعتها بتختفي الروح في لمح البصر. وبيقول يكين كويس انها اختفت، ودلوقتي بقيت عارف ليه لازم نقتلها. ولكن فجأة بيقول له كلبه خلي بالك وراك. وساعتها بيبص يكين وراه وبيلاقي تشارجي بتهجم عليه بالسكينة مرة تاني. وبحاول يتفادى الهجوم ولكن بعد فوات الأوان. وبيقول يكين لكلبه ما تعملش حاجة غير لما أقول لك. وبيقول يكين لتشارجي هو ايه اللي حصل لك. ولما بيبص على عينيها بيعرف انها اتأثرت بالروح الشريرة، ودلوقتي أكيد بتزود كراهيتها مني في اليوم اللي تقابلنا فيه. لا وكمان الروح لسه عايشة وعاوزانا نقتل بعض لحد الموت. ومرة واحدة بتهجم عليه تشارجي ولكن بيلحق يكين نفسه. وهو بيقول دلوقتي حركتها سريعة وغير منتظمة، وشكل الروح مسيطرة تماما على جسمها، ولو استخدمت عليها الصدمة القاتلة هيكون خطر جدا. وبتهجم عليه تاني وبيقول دلوقتي لو عاوز أصحيها ففي طريقتين، واللي هي سيبها تخلص عليا أو إني أقتل الروح الشريرة. وبيقول لي كل كلب دور على الروح الشريرة وخلص عليها، ولو ما عملتش كده فكراهية تشارجي هتزيد أكتر. بيقول له خلاص ماشي بس خلي بالك. وبعدها بيبدأ يدور وبيوصل لها في النهاية، وبيستخدم عليها نار الجحيم، وفي نفس الوقت بيكون يكاد منشغل في قتال تشارلي وبيحاول يصح فيها ولكن بدون أي فايدة. وبيلاحظ يكاد حيوانها الروحي واقف هناك، وبيقول له أنت واقف بتعمل إيه هناك؟ المهم بيقول له أنا عاوزك تروح تساعد كلبي دلوقتي في قتل الروح الشريرة، ودي الطريقة الوحيدة علشان ترجع تشارجي ليك. وبعدها بيروح لكلب يكاد وبيقول له يلا بينا علشان نخلص عليها. والاتنين بيستخدموا المهارات الخاصة بيهم ولكن بتكون الروح أقوى من كده. وبيقول يكاد إزاي هجوم قاتل زي ده ولسه عايشة. وبعدها بيلاحظ يكاد نقطة ضعفها واللي هي جبهتها، وبيقول لكلب يركز هجماته على جبهتها لأن دي نقطة ضعفها. ولكن ساعتها بتوقعه تشارجي على الأرض، وبتهجم عليه تاني وبصد يكاد الهجوم المرة دي بصعوبة. وبيقول يكاد في سره خلاص ما عدتش عارف أعمل لها أي حاجة، وشكل نهايتي قربت، ده غير إن هموت على إيد واحدة. وساعتها بيفتكر كلام كوي اللي قالهوله، وإن كونك سيد روح فده مش معناه إن حياتك هتكون وردية على طول. وكمان لما باخد مهمة فأنا مش عارف إذا كنت هعيش ولا لأ. ودلوقتي جاي تقول لي اهتم بحيوان الروحي وأنا ما عنديش وقت لنفسي. وبيقول لي كان الحياة فعلا مش زي ما أنا كنت فاكر، ودلوقتي ماليش أي فرصة أعيش تاني. وبتهجم تشجع عليا كده ولكن بيكونوا حيواناتهم الروحية قتلوا الروح الشريرة بالفعل. وساعتها بترجع تشجع لطبيعتها وبتقول إيه اللي أنا بعمله ده. بيقول لها كده أخيرا صحيتي، وده يعني إن حيواناتنا الروحية قتلوا الروح الشريرة. وبتبص لها كده وبتقول له هو إيه اللي حصل، ولكن ساعتها بيكون أغمى عليه بسبب جرحه. وبعدها بيصحى كده وبيقول لها لما بيكون مزاجك رايق بتكوني بنت جميلة قوي. وبتشد عليه الرباط وبتقول له خلصت أخيرا. وكمان بتقول له ما عنديش أي مشكلة إن أكون لطيفة معاك شوية. وبعدها بتقف وبتقول له أنا ساعدتك لأن السبب في ده وما كانش قصدي. وبيقول لها شكرا على أي حال، وبالمناسبة تنفعي طبيبة. وبعدها بتيجي حيواناتهم وبيلاقي كلب يكل لؤلؤة الزرقاء، واللؤلؤة دي أساس الروح الشريرة، وكمان قوتها تعادل 40 روح عادية. وبتقول له تشاجي ما توقعتش إنك هتتعرف على اللؤلؤة بالسرعة دي، بالإضافة إنك عارف إزاي تطور حيوانك الروحي. بيضحك ضحكة كده وبيقول لها أنا طالب مجتهد في المدرسة. بتقول له طب خلي كلبك ياكلها بقى علشان يرتفع مستواه. بيرد عليها ويقول لها أنت متأكدة من ده؟ بتقول له أنت اللي هزمت الروح الشريرة فأكيد تستحقها طبعا. وهو بيقول لها خلاص ماشي. بعدها بيقول لكلبه دلوقتي تقدر تاكلها وعلى كلامها فالمفروض يرتفع مستواك. وبالفعل بياكلها وبيرتفع مستواه ل A3، وكان بيكون مذهول لأن مستواه ارتفع جامد. وساعتها بتطلع له القطة الروحية وبتقول له تم اكتمال التطور الأول لحيوانك الروحي، ودلوقتي هتاخد مكافأة غامضة بخصوص التطور ده. وبتسأله إذا كده عاوز يفتحه دلوقتي ولا لأ. بيقول لها طبعا أيوه
عاوز افتحه، وبيطلع من الصندوق مكعب ازرق وبيدخله الكون، وعنده القدره على التحكم في الفضاء، ودي ماده من 5 نجوم، بالاضافه الى صولجان الامبراطور واللي عنده القوه على تحسين اي صفه، ودي ماده من 3 نجوم، وكمان بيحصل على العمود القديم وده عنده القدره على التغير لجميع الاحجام، وكمان صعب انك تدمره، ودي ماده من 4 نجوم. وساعتها بيكون يكون سعيد لانه حصل على حاجات مفيده المره دي، ولكن بتستغرب تشارج من اللي بيقوله، وبتقول له هو انت كنت بتكلم مين؟ بيقول لها لا لا مفيش حاجه، انا بس كنت سعيد علشان مستوى كلب اترفع، وبيقول في سر باين كده مفيش حد بيقدر يشوف النظام بتاعي. وبعدها بيرجعوا على مقر مرتزقه الثعالب، وبيقول لهم مشيوا برافو عليكم المهمه نجحت، ودلوقتي هديكم اجر المهمه. وبتقول له تشاجي يدي حصتي الهيكل، وده اللي يده كان اكتر واحد فعال في المهمه. وبيقول له شاو ما كنتش متوقع انك هتكون جامد للدرجه دي. بيقول يكاد برضه حيوان تشاجي كان فعال في المهمه. بيقول له طالما تشاجي عاوزه كده فهديك حصتها. بيقول يكاد في سره ده كده عظمه قوي، ويا ترى المبلغ ده كام؟ وبيقول له شاو اجر مهمتك هو 500 للواحد، وبالاضافه الى اجر تشاجي هيكون معاك 1000. وبيقول له يكاد هو بيستلم الفلوس الى اجر الضعيف ده. هو انت مش عارف اننا كنا هنموت ولا ايه؟ ولكن بيني وبينك يا صاحبي هو بيقول كده علشان مش يقلل في الفلوس يا ابن الابلسه. ولكن بيقول له شياو لازم تراعي اننا محتاجين راس مال، وعلشان كده هاخد منك شويه فلوس. هو بيقول له يا كده انت خدتها كلها، وكمان انا محتاج الفلوس الايام دي بشده. ولكن ساعتها بيتصل الشياو على واحد وبيقول له يلا بينا علشان نلعب. وبيكون يكير متضايق وبيقول في سر الراجل ده ضحك عليا، ولو كان عاوز ينصب عليا فمش المفروض ياخد الفلوس كلها. لا وكمان ازاي بيعمل مكالمه من جهاز التحكم. وبعدها تقريبا بيعدي 3 ايام، وبتقول لهم المعلمه جاجي في الاختبارات النهائيه هنقسمكم لمجموعات وده على حسب درجتكم، وكمان علشان عددكم كبير فهنخلي كل معلم يختبركم واحد واحد، والطلاب اللي عندهم حيوانات روحيه فهنخليهم يستدعوها، وده علشان نقيم المهارات الخاصه بيها. وبالنسبه للطلاب اللي ما عندهمش حيوانات روحيه فما تزعلش نفسك من ده. وبالاضافه ان احنا عندنا معدات بتقيس موهبه روحك. وساعتها بينادي زهوية على كده وبيقول له انت مش عندك لا موهبه روح ولا حتى حيوان روحي، من الاخر يعني مالكش لازمه في الاختبار ده، وريح دماغك علشان مش تتعب. بيقول له كده انت لسه بتعافى وبتدور على المشاكل برضه. وبيقول له طالما انت واثق ان مش هنجح في الاختبار للدرجه دي فليه مش تتراهن، وانا براهنك اذا كنت هنجح ولا لا. وبعدها بتقول الخبيره للمعلمه جاجي التحضيرات كلها خلصت، وساعتها بتقول له الطلاب الاختبار هيبدا دلوقتي، واللي هنادي على اسمه يجي لحد ويستدعى حيوانه الروحي. واول واحد بتقول عليه هو سان، وبيستدعى الحيوان بتاعه من بوابه العقود. وبتروح المعلمه جاجي لحد وبتاخد منه عينه وبتحطها على البلوره، والخبيره بتكون واقفه وبتقول مهاره متوسطه، والمعلمه بتقول ان عنده حيوان روحي مهاره متوسطه. الواد يعني بيكون محبط وبيقول هو ده افضل حيوان روحي قدرت تجيبه ليا عيلتي. وبعدها بنروح للطالب التاني وبيكون زهوي، وطبعا بقى حبه اصحاب المطبلاتيه قاعدين وراه بيصيطوا له. المهم بيستدعى زهوي حيوانه الروحي الجديد. هتقول لي مش ده كان عنده زئبق حديدي؟ هقول لك ايوه، ولكن الفلوس بتعمل اي حاجه بقى. وهو بيقول لي كان في سره في ناس بتعاني جدا علشان يشتروا حيوان روحي واحد، وده قاعد عمال يبدل في حيواناته الروحيه وكانه بيغير في هدومه. وبعدها بتاخد المعلمه جاجي عينه من الحيوان وبتحطها على البلوره، وبتقول الخبيره مهاره ممتازه، وبتقول المعلمه هتكون في تاني احسن فئه. وطبعا بقى اصحابه بيسيطروا له على الاول، وبالاضافه ان المعلمه بتقول ان مهاره حيوانه الروحي ممتازه جدا. وبعدها بتيجي شيشاوي وبتطمن على يكيان وبتساله اذا كان زهوي ضايقه في حاجه ولا لا. بيقول لها كله تمام ما تخافيش. وساعتها بيلاحظ زهوي شيشاوي ماسكه في ايد يكيان وبيكون متضايق جدا من ده، وبيروح ليكيان وبيقول له لسه فاكر الرهان اللي كان بينا؟ بص يا عم لو نجحت في الاختبار ده هاكل القذاره. وساعتها شيشاوي مش بتكون فاهمه هو بيتكلم عن ايه. بيقول له يكيان احسن لك تكون راجل عند كلمتك، ولو خسرت يا عم هعمل لك اللي انت عاوزه. وبتنادي المعلمه على شيشاوي لان هي اللي عليها الدور، وبتروح لها وبتاخد المعلمه عينه وبتحطها على البلوره. وساعتها بتلمع البلوره من قوه حيوانها الروحي، وبتقول لها المعلمه حيوانك في حاله مثاليه وهتكوني في افضل فئه. وبيقول يكاد زي الفل خالص، والطالبه بتقول زي ما هو متوقع ان مرابه الفصل هتكون قويه جدا. واخيرا بيجي الدور على يكيان، والزهوي بيقول له هانت هي علشان تاكل جزمتي. والشيشاوي بتقول ليكيان حظ سعيد، وبيقول لها يكيان شكرا على التشجيع ده. والطلاب بتقول الولد ده ما عندوش حيوان روحي والمفروض مش يختبروه في الاختبار ده غير ان قوته الروحيه متضرره تماما وهتكون النتيجه فعلا صعبه عليه. وساعتها بيفتح يكيان بوابه العقود وبيقول زهوي ازاي قدر يفتح البوابه دي؟ يا ترى هو عمل عقد مع حيوان روحي ولا ايه؟ ولكن ازاي وقوته الروحيه متضرره جدا؟ وفي نفس الوقت بيخرج الوحش الفتاك 205، وطبعا كل الفصل بيسخر منه، ولكن ده على عكس زهوي تماما. وبيقول ازاي عمل عقد مع الحيوان ده وانا قتلته من فتره، وبيكون مش عارف يعمل ايه. ولكن ساعتها بيجي له فكره، وبيقول زهوي لكن ازاي كلب هاسكي
هتعمله حيوان روحي ليك، هو انت عاوز الفصل كله يضحك عليك ولا ايه؟ وبيقعد يستفزه اكتر والطلاب كلها بتضحك على يكيان، وبيقول له يكيان لو فزت في اي مكان هتحبه علشان ياكلك القذاره فيه، لو انت فاتح على مكان بعرفني. بيقول له زهوي انا شخص بحب اوفي بوعودي ولكن رهاني لو كنت نجحت في الاختبارات النهائيه. وبيقول زهوي في سره حتى لو بقى سيد روح فاكيد مش هيعتمد على الكلب ده في القتالات. بيقول له يكيان خلاص يا عم انا هسيبك دلوقتي بس خليك فاكر اني هخسرك وهخليك عبره قدام الفصل كله. وبيقول المعلمه جاجي انا مستعد للاختبار، وبعدها بتاخد عينه وبتحطها على البلوره، وفجاه بيطلع نور قوي من البلوره وبيحيط بالمكان كله. وبتقول المعلمه اول مره اشوف البلوره طالع منها نور بالقوه دي، وبتقول المعلمه مهاره مثاليه وهتكون في افضل فئه. الواد زهوي يعني بيتخض وبيقول هو ايه اللي حصل من شويه، وبعدها بيقول يكان لزهوي جهز نفسك علشان تاكل جزمتي. وبتكون شاوي فعلا سعيده علشان يكان نجح في الاختبار، وبالنسبه لزهوي فمولع على الاخر. وفي نفس الوقت بتقول المعلمه خلصت المرحله الاولى من الاختبار وبكره هيبدا التقييم العملي في غابه الشيطان. واول ما الطلاب بيسمعوا الخبر ده بيقولوا هي المدرسه ناويه تخلص علينا ولا ايه؟ وتعالى اقول لك ايه هي غابه الشيطان دي يا صاحبي. بص يا معلم الغابه ديت متدبسه شياطين من اولها لاخرها، ده غير انك هتقابل شياطين من رتب عاليه. وبعدها بتقول لهم المعلمه المدرسه هتتكفل بحمايتكم ولكن مفيش ضمانات على الكلام ده، واتمنى تكونوا مستعدين لاي شيء يعترضكم. وساعتها بتيجي فكره لزهوي، وطالما انهم رايحين لغابه الشيطان فده افضل مكان علشان يقتل فيه يكيان، ده التحيه خبيث اقسم بالله. وبعدها بينزل يكيان لساحه المدرسه وبيقول فعاله لازم احضر نفسي للاختبار ده كويس. ولكن فجاه بينادي عليه واحد وبيطلع سوتيلا بيقول له يكيان هو انت برضه في المدرسه دي ولا ايه؟ بيرد عليه ويقول له ايوه ولكن انا في الصف الاول. وبيقول له بس مش المفروض تكون في مدرسه عاليه بما انك شخص غني وكده يعني. بيقول له سوتيلا عيلتي مش بتهتم بالانواع دي، وكمان بيقول له انا بحب المدرسه دي علشان قريبه مني. بيقول له يكيان انت شخص متواضع فعلا. وبيقول له سوتيلا عملت ايه في اختبار النهارده؟ وبيرد عليه وبيقول له دخلت افضل صف. وبيقول له سوتيلا وانا برضه نفس الكلام وشكلنا كده هنبقى زملاء يا صاحبي. وبيقول له سوتيلا ايه رايك نروح نحتفل مع بعض؟ بيقول له يكيان ما تاخذنيش ولكن معيش فلوس علشان اروح معاك. وبيقول في سر صحيح نسيت ان حالته الماديه مش تسمح بالخروج معايا، ولكن بيطلع صاحب جدع وبيقول له تعالى انا اللي هدفع. وبعدها بيروحوا على مكان اسمه النادي الامبراطوري، وده مكان صعب اي حد يدخله حتى لو كان غني. وبيقول له سوتيلا ده احسن نادي في مدينه تسايد. ولما بيدخلوا بيقول سوتيلا للشغاله جهزي لي احسن غرفه. وساعتها بيكون زهوي هناك وبياخد باله من يكيان، وبيروح له وبيقول له نورت المكان يا غالي. بيروح له زهوي وبيقول له انت بتعمل ايه هنا؟ هو انت مش عارف ان المكان ده للناس الاغنياء بس ولا ايه؟ ولكن شكلك كده دخلت من غير ما حد ياخد باله. وبيقرب منه وبيقول له هتبقى مشكله لو الناس عرفت بده، بس لو رجعت ليا ساعتها مش هقول عليك، وفي النهايه احنا برضه زملاء مش كده ولا ايه؟ وبيتدخل سوتيلا وبيقول مين الواد الغبي ده؟ بيقول له انا اسمي زهوي وانت مين بقى بسلامتك؟ لو كمان عاوزين تاخدوا احسن غرفه ده انتوا باين عليكم نسيتوا اصلكم خالص، ده بجانب ان الكل عارف ان صعب الحصول على احسن غرفه. بيقول له سوتيلا يعني انت عارف اني مش مؤهل لدخول الغرفه صح؟ وساعتها بيقول لها الخادمه هو انا مؤهل لدخول الغرفه ولا ايه؟ بترد عليه وبتقول له لا اكيد طبعا مؤهل يا فندم. وفجاه بيتخض زهوي من اللي بيسمعه، وهو بيقول في سره يعني ده كله وانا بكلم في ابن حاكم المدينه سوتيلا؟ وساعتها بيكون مرعوب ومش عارف يعمل ايه. وهو بيقول له سوتيلا اسمك هو زهوي صح؟ بص بقى يا معلم هو صحيح عيلتك من احسن العائلات في المدينه ولكن ده ما يهمنيش في حاجه، ويكيان ده اخويا واحسن لك المره الجايه تظهر له بعض الاحترام، والا بقى لو ما عملتش كده ساعتها بقى ما تلومنيش لو عملت معاك الغلط. طبعا بقى زهوي بيكون مولع بقول ازاي كان لي صله بسوتيلا، ده غير انهم صحاب مقربين قوي. وفي نفس اللحظه بقول سوتيلا للخدامه تحط اسم زهوي في القائمه السوداء للنادي، ومن دلوقتي مش مسموح له يحط رجل في المكان ده. وهو بيقول له زهوي مالكش الحق انك تعمل كده، ومش تفتكر انك علشان ابن سيد المدينه فهتعمل اللي انت عاوزه في المكان ده. بيقول له سوتيلا انت عيل غبي فعلا، وانت عارف ان احسن غرفه مش لاي حد، ودلوقتي جاي تسالني عاوز ادخلها ليه؟ بيقول له زهوي ما تقوليش ان انت. بيرد عليه وبيقول له اخيرا عقلك الغبي بدا يفهم، وايوه انا فعلا رئيس النادي الامبراطوري. وهو ساعتها كان واقف ومش مصدق اللي قاله. وهو بالنسبه لزهوي فخلاص مش عاد لاقي حاجه يقولها، وهو بيقول له سوتيلا مش عاوز اشوف وشك كده تاني ويلا بقى ورينا عرض كتافك يا بطل. وبعدها بيقول له الحارس يلا بقى امشي من هنا. وبيقول زهوي في سر ان والدي قال لي من زمان رئيس النادي الامبراطوري محاط بالغموض ومش لازم استفزه، ده غير من اللي هيعرف ان رئيس النادي الامبراطوري هو سوتيلا. وبعدها بيقول له يكان يعني انت في الحقيقه رئيس النادي الامبراطوري. وفجاه بيصرخ زهوي بيقول له يكان السيد الشاب يقدر يحميك لفتره بسيطه ولكن مش هيقدر يحميك للابد، واحسن لك تخلي بالك الايام دي. وبعدها بيسيبوا المكان ويمشوا. وبيقول زهوي احسن له مش يفكر انه هيكون في امان لمجرد عيله غنيه بتدعمه. وبعدها بيقول له سوتيلا ولا تسمع للكلمه
الكلام ده، ودلوقتي يلا بينا نروح نستريح في الغرفة شوية. وفي اليوم التاني بيروحوا الطلاب لمكان غابة الشيطان، وبيقول لهم المدير انتباه لطلاب الامتحان العملي، انتوا عارفين كويس ان ديت غابة الارواح الشيطانية، وهتلاقوا غالبا ارواح من الدرجة اف في الجزء الخارجي من الغابة، وبنسبة قليلة هتلاقوا ارواح من الدرجة اي، ولكن بقى لو عملت فيها اول ودخلت جوه اعماق الغابة ساعتها هتكتر الارواح الشيطانية من الدرجة اي، ومش بعيد انك تلاقي اعلى من كده. وعلشان كلكم تبقوا بخير فلازم تكونوا على حدود الغابة، بالاضافة ان احنا استدعينا مرتزقة الدم الحديدي وده علشان يحميكم في الظلام، وتقدر تقول اتصرف زي ما انت عاوز، بس لو المرتزقة حطت ايديها في الموضوع ساعتها هتكون فشلت في الاختبار. وطبعا بقى الطلاب مش مصدقين ان مجموعة الدم الحديدي هنا، وبيقول الولد ده ما كنتش متوقع انهم هنا علشان يحمونا. ومن الناحية التانية بولي كل سوتيلا هي دي مش مرتزقة كويو، بيقول له ايوه وده علشان عنده تصنيف عالي، بس ما تخافش من حاجة وتلاقيها يا عم صدفة. ومن رأيي ما اعتقدش ان واحد منهم هيجروا على نفس طالب واحد. بيقول له خلاص طالما انت شايف كده، ولكن لو حد منهم عاوز يأذيني فانا مش هسكت على ده. وبعدها بيقول لهم المدير مهمتكم هي الحصول على حبة دوام داخل روح شيطانية ولازم تكون درجة اف، ولكن بقى لو كنت راجل بجد وجبت حبة دوام داخل روح شيطانية درجة ايه ساعتها هيكون ده افضل الك. بالاضافة ان وقت الاختبار هو 3 ايام، وبعد ما ينتهي الاختبار هنتجمع هنا مرة تانية، ولكن بقى لو مش رجعت بعد 3 ايام هتكون فشلت في الاختبار. ومن هنا بيبدأ الاختبار التاني وحظ جيد للجميع. وبعدها بيدخل كل الطلاب لغابة الشيطان، وبيقول يكيل سوتيلا هو فعلا حيوانك الروحي يبقى كيرن، وكيرن دي يا صاحبي اسم صيني ومعناها اسطوري. وبيبقى مواصفات حيوان سوتيلا كالآتي: نوع تلج مطور، ده غير انه 4 نجوم قابل للنمو، والمستوى بتاعه هو اف 9، ولكن نقطة ضعفه هي الضربات النارية. وبيقول له سوتيلا ايه رأيك في حيواني؟ بيقول له يكيل اكيد طبعا جامد. وبعدها هما بيتكلموا بتلاحظ شيشاوي حاجة على الارض بتلمع، وبتكون سعيدة لما بتعرف انها زهرة الارض القاحلة. وطبعا الزهرة دي مش بتكبر غير على الارض، وده علشان جذورها متصلة بالحمم النارية، بالاضافة ان الزهرة ديت مليانة طاقة نارية عالية جدا، واللي هي تعتبر داخل اعماق الارض. وبتقول شيشاوي من الصعب حد يلاقي الزهرة دي، واحنا بجد فعلا محظوظين، وده علشان مربي الحيوانات الاليفة قال لي والد الزهرة دي مهمة لتطوير حيوان شيشاوي، وبعد ما ياخدها حيواني هيتطور للدرجة ايه. وساعتها بيروح سوتيلا علشان يجيبها لها وبولد على كده هنلاقي كتير منها هنا. وفجأة بيقول له يكيري اوعى تقطعها لان جذورها متصلة بالحمم تحت الارض، وعلشان كده مستحيل اخد الزهرة كلها، وكمان لو استخدمت عليها القوة مش هيكون لها اي فايدة، وعلشان تعرف تاخدها لازم تسحب البتلات بتاعتها بس، وده علشان تكبر مرة تانية وترجع لاصلها الطبيعي. بيقول له سوتيلا انت عارف الكتير وما كنتش متوقع انك هتكون بالذكاء ده كله. وشيشاوي بتقول له يكيات ده شاب جامد. وبعدها بيقول سوتيلا يعني كل اللي عليا اسحب البتلات بتاعتها بس، صح؟ طب الموضوع طلع سهل قوي، ولكن فجأة بيقول له يكيال خلي بالك وبيشده من ايده لبعيد. وساعتها بتطلع روح شيطانية من الارض والتقييم بتاعها 3 نجوم، ده غير مستواها واللي هو اف 9. وبيقول يكيال اللي قدامنا ده هو خادم الارض الحارقة، وهما بيظهروا علشان ياكلوا الزهور الموجودة في الارض ديت. وشيشاوي بتقول لحيوانها الروحي يهجم عليه بهجوم النار، وبيهجم على الروح الشيطانية ولكن بيصد الهجوم، ولكن فجأة بيهجم عليه سوتيلا بأرض الصقيع. وبيقول سوتيلا لحيوانه هو دلوقتي محبوس بالهجوم الخاص بيه، ودي فرصتك علشان تخلص عليه بهجوم الصقيع المقدس. وبينطلق عليه حيوان سوتيلا بهجوم الصقيع ولكن بتكون الروح اقوى من كده، وبينضم لهم يكير في القتال. وبيسأل عن هجوم النار التاني هيكون عامل ايه، وبيقول يكير الشعور الاحسن بعد التعرض لهجوم ناري هو احتراق روحك، وساعتها بيتم فشخ الروح من جميع الجهات، وفي لمح البصر بيمحي يكير الروح الشريرة تماما. وبيقول له سوتيلا ايه العظمة دي كلها. وبعدها بتيجي شيشاوي وبتقول لها يكير هي الزهرة بتموت ليه؟ بيرد عليها ويقول لها اكيد اتأثرت بالقتال اللي حصل، ولو مستعدة للأفرع السليمة ساعتها هتخرج الطاقة من البتلات ومش هيكون لها أي لازمة، وعلشان نمنع ده يحصل فلازم يلاقي يوقف الطاقة اللي هتتسرب. وبتقول له طب هنعمل ايه دلوقتي؟ انت عارف ان صعب العثور على زهرة تانية. بيقول لها في الحالة دي هنقدر نستخدمها، ولكن فجأة بيدخل سوتيلا وبيقول له انت بتعمل ايه؟ هو انت مش عارف ان حبة الدواء الداخلية أصلا من الصخر ولا ايه؟ لا وغير كده ازاي هتقدر تحطمها بإيد واحدة؟ وبيقول يكل شيشاوي هات البتلات اللي معاكي. وبيقول له سوتيلا متأكد انك انسان طبيعي ولا ايه؟ وبعدها بيستدعي يكل القطة الروحية وبيسألها اذا كده يحصل مشكلة في النظام زي ما حصل المرة اللي فاتت ولا لا. بتقول له ما تخافش من حاجة وطريقة كلبك 205 كانت بنفس الطريقة. وبيقول لها زي الفل، وبعدها بيبدأ ينشط في البتلات. وفي الناحية التانية بتقول له شيشاوي من انت وانت بتعرف تربي حيوانات أليفة، ونفس الكلام بيقوله سوتيلا ليه. وبيقول لهم يمكن انا مش مربي حيوانات ولكن عارف الموضوع بيتعمل ازاي، ودلوقتي خد البتلة دي واديها لحيوانك ياكلها، ويمكن يكون شكلها مقرف ولكن هي فعالة بنسبة كبيرة، وحيوانها اول ما بيشوفها بيتصدم باللي هياكله. وهو بتقول له شيشاوي عيب عليك بقى، اخونا كان عمره ما كذب علينا قبل كده. وساعتها بيقول سوتيلا انا كده عاوزك تشوف حيواني بيتطور ازاي، وانا سألت خبراء كتيرة ولكن مش عارفة ازاي
ازاي بيتطور بسبب فصيلته النادره، وتبقى بجد عملت ليا خدمه لو عرفت ازاي بيتطور. بيقول له كده كده الموارد اللي هتحتاجها موجوده في غابه الشيطان، ولكن دلوقتي لازم اعمل حاجه مهمه. وبيقول لحيوان شيشاوي لو اتفعل النسل الخاص بيك ساعتها هتزيد قوتك اضعافها. وبعدها بياكل البتله وبيطلع على بعد عالي في الجو، وبيقول يكل ستيلا يعمل علينا حاجز من التلج، وده علشان نار حيوان شيشاوي. ولكن فجاه بيتحول حيوان شيشاوي لبيضه ناريه، وبيقول يكل دلوقتي هيتم اعاده ولادتها. ومره واحده بيولع المكان كله وفعلا بيطار حيوان شيشاوي، والتقييم بتاعه الجديد هو 6 نجوم ونص، ده غير مستواه واللي هو E5. وبتكون شيشاوي سعيده وبتشكر يكيري على اللي عمله، وبيقول له ستيلا انت صاحب جامد فعلا، ودلوقتي بقى عاوزك تاخد بصه على حيوان الروحي. وقبل ما تاخد بصه عليه عاوزك تعرف انه فصيله فرعيه للكيرن، وفي فرصه كبيره انه يبقى كيرن اصل وكامل. بيقول له يكير بس الموضوع ده صعب نوعا ما، وبيقول له ستيلا لو في حاجه هيحتاجها علشان يبقى كيرن كامل قول لي ومالكش دعوه. وبالاضافه هو هيتحول لبيضه ولا ايه؟ بيقول له يكير اكيد مش هيتحول لبيضه، وده علشان عنده دماء التنانين بداخله، ولو عاوز تحول تدينك لكيرن كامل هتحتاج خصلة شعر اللي تدين الرياح. وفي الاول بيستغرب ولكن بيفهمه يكيان، وبيقول له فصيلة التنانين نادرة ومش مهم انت هتبحث فين. وفي اليوم التاني بيروح لجبال التلج واللي هي تعتبر جزء من غابة الشيطان. وبتقول شيشاوي هو المكان برد كده ليه؟ ده غير ان ما كنتش عارفة ان في مكان زي كده في غابة الشيطان. بيقول لها يكيان الجو بيتغير بسبب الارواح التلجية الكتيرة، وفي نفس الوقت بيشكر ستيلا يكيان على اللي بيعمله ليه. وبيقول له يكيان مفيش مشكلة يا صاحبي لان وافقت ان هساعدك على تطوير حيوانك، وهو مستحيل ارجع في كلامي دلوقتي. وبيقول له ستيلا انت عارف الكتير قوي عن الحيوانات الروحية وكان في ايدك تطور روزولوفيتش، وعلى فكرة انت احسن من الخبراء اللي بيربوا الحيوانات الاليفة، وطالما انت كويس في المجال ده فليه انت فقير؟ وفي الاول مش بيكون فاهم يكيان هو بيتكلم عن ايه، وبيقول له ايه العلاقة بين مربي الحيوانات الاليفة وكوني فقير؟ بيقول له ستيلا لو بقيت مربي حيوانات اليفة ساعتها الكل هيدور عليك، وده علشان انت كويس في المجال ده، وكمان اللي عندهم حيوانات روحية مستعدين يدفعوا الفلوس في انهم يطوروا الحيوانات الخاصة بيهم، ده غير ان مربي الحيوانات الروحية اكتر شخص مطلوب في العالم. وبتقول شيشاوي نفس الكلام برضه، وبيقول لي كده هو ده اللي انا فعلا محتاجه. ولكن فجأة بيحس بشيء غريب بيقرب منهم، وبيقول لهم احنا دخلنا جبال التلج من فترة طويلة، والغريب ان احنا مش شفنا روح شيطانية لحد دلوقتي. وبعدها بيقول لي كل حيوان شيشاوي يوجه نار على المكان اللي قدامهم، وفعلا بيصوب على المكان وبيطلع ان في ذئب موجود. وبيقول ستيلا يا عم ده ذئب تلجي، وبيقول لهم يكاد شكلنا كده اتحاصرنا يا معلم. وفجأة بيطلع عليهم ذئاب تلجية من كل ناحية، وبتكون وقعتهم اسود من السواد. بتهجم الذئاب على يكاد وبيقول له ستيلا هنعمل ايه دلوقتي؟ وعلشان تبقى عارف الذئاب دي ما عندهاش مهارات خاصة بيها، ولكن عاوز اقول لك انهم كويسين قوي في الصيد الجماعي، وفي النهاية هتموت لو عملت ايه؟ بيقول له يكاد في بس قلبون خلص على الرئيس بتاعهم وكلهم هيجروا زي الفيران، ولكن تفتكر الموضوع هيمشي بالسهولة دي؟ لا والله، وده علشان مستوى الرئيس بتاعهم B9، ولو كان على المهارات فمش عاوز اقول لك. ولكن في نفس الوقت بيجي بيكير على اول ذئب ليه، وبيقول لستيلا خلي حيوانك الروحي يساعدني. وستيلا بيقول لحيوانه الروحي يستخدم مهارة الصقيع ده علشان يجمد الذئاب الموجودة، وبالفعل بيستخدم مهارته في تجميد الذئاب. وفي الناحية التانية بيستخدم 205 نار الجحيم، وبيخش في الذئاب ولا كأن حد قدامه. وبيقول له يكير بطل بقى لعب العيال ده وخلص عليهم. وبتقول شيشاوي ان الذئاب بدأت تهرب، وبيقول له ستيلا هو حيوانك الروحي بيعمل نفس المهارة اللي عند الذئاب ولا ايه؟ بيقول له ايوه وده علشان سلالته الخاصة، وهو بيقدر يخلص على الروح اللي بتشبه الكلاب، وبعدها بيديله حبة الدواء اللي محتاجها علشان يطور بيها حيوانه الروحي. وبيكون ستيلا في قمة السعادة، وفي الوقت ده درجة الحرارة بتكون تحت الصفر. وبيقول له يكير ازاي مفيش علامات تلج في المية، ولكن فجأة بيقول لهم يكير في حاجة ماشية في البركة. بيقول له ستيلا ما تقوليش ان في روح شيطانية في المية. وفي الوقت ده بيخرج حوت ازرق من البركة، وبتقول شيشاوي تبقى ايه نوع الروح دي؟ ده غير ان ما شفتهاش قبل كده في كتاب الارواح، ولكن بيقول لها يكير ده حوت الفراغ الازرق، والفصيلة ديت نادرة جدا وكمان صعب اي حد يشوفها، وعلشان كده فهي مش موجودة في كتاب الارواح الشيطانية. بتقول له لا بقى ده انت عارف الكتير قوي. وفي الوقت ده بيسأله ستيلا اذا كانت خطيرة ولا لا. بيقول له ديت روح شيطانية درجة اف علشان كده فهي مش خطيرة، ولكن ساعتها بتنزل الروح تحت المية. وبيقول يكير مش لازم تهرب على طول بينزل وراها. ستيلا بيقول له انت بتعمل ايه يا مجنون؟ وبيسبح يكير ورا الروح باقصى سرعته. وفي الوقت ده بيلاقي زهرة تلجية، والزهرة دي عندها القدرة على التخلص من طاقة السموم، وبيكون ساعات لانه لقى الزهرة دي في بيئة تلجية، وبيقول على كده فاكيد البركة دي مش متجمدة. ولكن اهم حاجة دلوقتي امسك الروح. وبتهرب الروح منه ولكن بيقف 205 في وشها، وبيقول يكير زي الفل خالص، ودلوقتي مفيش فرصة انها تهرب تاني. وبعدها بيطلعها يكير بره البركة، وبيقول له ستيلا انت صطتها ليه؟ بيقول له لازم اكل علشان نعيش. وبيقول يكير للحوت هو انت خايف ولا ايه؟ بص يا عم انا هعمل معاك اتفاق، لو مش عاوز تتاكل فانا هعملك حيوان الروحي. قلت ايه بقى؟ بيقول له هو ده عرض يترفض برضه؟ اكيد موافق. بيقول له ما كنتش متوقع انك خايف اكتر من كلب الاسكيمو، وطالما انت عاوز تبقى
الحيوان الروحي فمش هينفع عاملك بطريقه وحشه. وفي الوقت ده بيعمل ايكين عقد معاه، وساعتها بتخرج القطه الروحيه وبتقول له تم التعاقد معاه بنجاح، والتقييم بتاعه 5 نجوم والمستوى F9، ودلوقتي لازم تختار مهاره مشتركه بسرعه. بيقول لها ايكين اختار الانتقال الآلي، وبالنسبه لقوته فهو ما عندوش، ولكن احسن حاجه في انه بيتحكم بالمكان. وبيقول له ستيلا هي دي السمكه اللي شفناها من شويه، ده شكلها اجمد دلوقتي. وبتقول له شيشاوي ازاي بتطير في الهواء؟ بيقول لها علشان بيعرف يتحكم في المكان. وبتقول له شيشاوي للاسف انك مش مربي حيوانات اليفه. وهو بيقول له ستيلا مش انت عارف اقول لك ايه، انت عديت العظمه بكتير. وفي الوقت ده بيقول له ايكيان لسه في حاجه احسن من كده. وفجاه بيختفي الحوت وبيقولوا له هو راح فين، ولكن بيظهر مره تانية. وساعتها بيقول ستيلا هي البحيره بتتجمد ليه؟ بيقول له ايكيان البحيره مش كانت بتتجمد بسبب زهره الصقاع واللي عندها القدره على امتصاص البرد، وانا خليت حوت الفراغ الازرق يروح لاعماق البحيره ويحط الزهره في معدته. وبتقول له شيشاوي طب ما الزهره كده هتتاثر لانها جوه معدته. بيقول لها ايكيان لا مش هيحصل حاجه، وده علشان عنده معده بحجم الكون، والزهره مش راحت في معدته ولكن راحت في بعد تاني. وساعتها بقول ايكيان لستيلا احنا معانا كل الموارد علشان تطور حيوانك الروحي، وروح له بقى وخليه يستعد علشان هنبدا دلوقتي. وبيقول ستيلا الحيوان الروحي ده كله علشان مصلحتك، وفي النهايه هتاكلها حتى لو كانت صخره. وبعدها بياكلها وبيروح بعيد علشان يشوف اللي هيحصل. وبيقول ستيلا ايه كل الطاقه اللي طالعه دي، وفعلا بيبدا تطور حيوان ستيلا. وبتقول شيشاوي لحيوانها الروحي يعمل كل الضرر ده علشان تلقى حيوان ستيلا، ولكن فجاه بيتم الهجوم عليهم، وبيطلع اللي ورا الهجوم ده هو زهوي. وبيقول ستيلا هما الاتنين دول بيعملوا ايه مع بعض. وبيقول له زهوي انا كنت قاعد بفكر ازاي اقنع مرتزقة الدم الحديدي في القضاء عليك، ولكن مين هيعرف انك بالفعل اسأت ليهم. وبيقول كويلا كده انا كنت فاكرك شخص بهيبه، ولكن في الحقيقه انت عيل يتيم بلا ماضي، وفي الحاله دي اقدر اخلص عليك براحه بال. وبيقول له ستيلا هتحداك تعمل كده، وبيضحك له كوي بيقول له انا مش هحاول اذيك، ولكن اكيد ده موضوع تاني. وبعدين انت عاوز تفهمني ان والدك هيعمل عداوه بينا علشان شخص مجهول. وفي الوقت ده بيرد عليه كده بيقول له محتاج راجل يلا. بيقول له زوي احنا 5 وكل واحد معاه حيوان روحي درجه ايه، وده على عكسكم طبعا، ومن رايي انكم تهزمونا فده شيء مستحيل. وساعتها بيقول له كوي بطل بقى كلام ويلا على افعال. وبيقول يكل شيشاوي خلي حيوانك الروحي يوقف فرد اللهب، وانا و205 هنهتم بالحيوانات الباقيه، واهم حاجه مش عاوزكم تفوزوا عليهم، على قد ما تقدروا حاولوا تبطئوا حركتهم لحد ما ينتهي حيوان ستيلا من التطور بتاعه، وساعتها هنفوز بلا شك. وبيقول له ستيلا طب وحيوان زهوي هتعمل فيه ايه؟ بيقول له ده سيبه عليا دلوقتي. وفي الوقت ده بيقول له زهوي ازاي تجرؤ على مواجهتي من غير حيوان روحي، ولا انت كده باين عليك عاوز تموت بسرعه. بيقول له كان محتاج راجل زي ما قلت لك في الاول. وساعتها بيهجم عليه حيوان زهوي ولكن بيكون اختفى من مكانه، وبيتخض زهوي بيقول له كده انت بتبص فين يا بطل، وبيمسكه من رقبته وبيقول له الكل يوقف القتال والا بقى هخلص عليه. وبيقول له كوي خلص عليه براحتك احنا اصلا مش محتاجينه. صدمه قاتله لزهوي. وبيقول له كان شايف يالا تخلوا عنك ازاي. بيقول له زهوي ارحمني واقسم لك اني مش هعمل لك كده تاني، وكمان يا عم هساعدكم في القتال. بيقول له كان عاوزني ارحمك بعد كل اللي حصل. وساعتها بيفتكر جميع المواقف اللي كان بيهددوا فيها زهوي، وبيقول له كان ده انت ما رحمتنيش ولا مره من ساعه ما شفتك، وكنت عاوز اعلمك درس بس، ولكن انت اللي اتصرفت من دماغك ورحت جبت ناس علشان تقتلني، وانا كنت بهزر معاك ولكن ما سبتليش خيار. وبيقول له اشوفك بعدين وبيخلص عليه. وفي نفس الوقت بيقول كوي ده قتله قبل ما يغمض عينيه، وشكل كده قللت من خطورته. وبسبب موت زهوي بيخرج حيوانه عن السيطره تماما. وبيقول كان اكيد دخل في مرحله الغضب وحركاته بقت اسرع دلوقتي، وبيهجم عليه حيوان زهوي ولكن بيستخدم الانتقال الآني، وكل من في هذا القتال بيكون مرعوب منه لانه خرج عن السيطره تماما. وبيقول كوي لاصحابه يروحوا يخلصوا على الاتنين دول، وبيقول له كان ده في احلامك يلا، وبيخلي حيوانه الروحي يوديهم لبعد تاني. وبالفعل بيعمل ده في ساعتها. وبيقول ستيلا هو احنا فين دلوقتي؟ ولكن في هذه اللحظه بتعرف شيشاوي انهم في بعد تاني. وبنرجع بقى لكوي وبقول له كان كويس انك معاك حيوان روحي بيتحكم بالفضاء. وفي الوقت ده بيهجم كان على حيوان زهوي وبقول لازم اخلص الموضوع بسرعه قبل ما اصحابي يجوا. وساعتها بتبدا تخلص طاقه كانو ده علشان استخدم الانتقال الآني كتير. وبيهجم كوي على كانو بيقول لاصحابه حيوان الروحي يبقى بتاعي، ولكن فجاه بيحصل تغير في الطاقه، وفي اللحظه دي بينتهي تطور حيوان ستيلا، وشكله النهايه حاجه في منتهى العظمه. وطبعا بقى بيكون طالع ومش شايف قدامه. وبيقول له ستيلا بص يا صاحبي انا عاوزك تخلص عليهم كلهم. وفجاه بيهجم على الحيوانات بسرعه فائقه، وحرفيا بيأذي كل الحيوانات الموجوده من هجوم واحد. لا عاش بجد والله. وكوي اللي كان عامل لي فيها شبح بيخلع هو واصحابه، ولكن بيروح ليكانو بيقول له انت رايح فين يا معلم؟ لسه في حساب هتدفعه دلوقتي، وطالما انت عاوز تقتلني من الاول فاستعد بقى علشان اخلص عليك. وبيقول له بكل خوف احنا مجموعه الدم الحديدي، يعني لو قتلتنا فكل المجموعات التانيه هتيجي وراك. وساعتها بيقول له لو جايين علشان ينتموا ليكم فما عنديش اي مانع اني اوديهم للجهنم
الجحيم وراكم. لا بجد عجبتني يلا. وفي لمح البصر بيهجم على كوي وبيخلص عليه بكل سهوله. ونفس الكلام برضه على الحيوانات الروحيه، وبيقول له كان فعلا زي ما قلت لي في الاول، وان كونك سيد روح فده مش ممتع ابدا، واخرتك مت كسيد روح في المكان البشع ده. وفي الوقت ده بيقول سطيلا ايه اللي عملته ده؟ انا اول مره اقتل شخص في حياتي. وبعدها بيقول له كان انت بتعمل ايه؟ وبيقول له بوديهم لمكان تاني وده علشان ريحه الدم هتلم علينا الذئاب. وبيقول له سطيلا هدوءك مش عاجبني. وبيقول له كان من ساعه نزول الارواح الشيطانيه فمش ينفع نبقى هاديين، والارواح الشيطانيه بالفعل اعدائنا، وعلشان يبقى عندك خلفيه فهم مش اعدائنا الوحيده. عاوز اقول لك ان في الزمن ده ممكن الاخوات يقتلوا بعضهم علشان الفلوس، وعلشان انت في عالم مليء بالسعاده فكونك لطيف مع العدو هيخليك تموت بسرعه. وبعدها بيجي الليل وبيعملوا مخيم، وبيقول له كان ترقيه حيوانك كانت ناجحه بالفعل. لا وكمان جمعنا الحبوب الداخليه المطلوبه في الاختبار، وخلاص ما عادش غير يوم واحد على نهايه التقييم، واعتقد ممكن نكمل تدريب في الغابه. وبيقول له سو فكره حلوه قوي، ده غير ان عاوز اشوف مهارات حيوان الروح الجديده. وفجاه بتحس شيشاوا بشيء بيقرب منهم، وفعلا بيطلع كلامها صح وبتبقى تشان جهان. ولو ما تعرفهاش فدي زميلتي كان في السكن. المهم بتكون في حاله مش كويسه وبتقول لهم عاوزه ميه، وكانت هتقع ولكن بيلحقها كان، وبيقول لها ايه اللي حصل لك، ولكن ساعتها بيغمى عليها. وبيقول له سو هو انت تعرف البنت دي ولا ايه؟ بيقول له ايوه دي زميلتي في السكن. وبيقول له يا ابن المحظوظه بقى انت ساكن مع الجمال ده كله. بيقول له اهدى كده يا باشا، ده مجرد تقاسم غرف مش اكتر. وبيقول لهم كان ما عنديش معلومات ازاي انقذ الناس، وغالبا شكلها هتحتاج لاسعافات اوليه. وبتقول له شيشاوي ازاي بيتعمل الكلام ده؟ وبيقول لهم انا شفت ناس بيحطوا ايديهم على صدرهم وده علشان يعمل لهم ضغط على القلب. وبيقول له سو ما تقوليش انك عاوز تعمل كده. بيقول له انت بتفكر في ايه يا عم؟ انا عاوز انقذها بس. ولكن في الوقت ده بتصحى وبيخاف يكال منها، وبيقول لها يكان انت عارفه ان مش قصدي حاجه. بتقول له لو فاكراك كويس فانت اسمك يكان صح. ولكن ساعتها بيستغرب يكان من تصرفاتها، وبيقول في سره يا مش المفروض دلوقتي تقوم تخلص عليها ولا ايه؟ وشكلها كده مش مهتمه بالموضوع. وبتقول له يكان يلا ناديني بالاخت الكبيره. وساعتها بيستغرب يكان ولا اكتر منه سو. وبتروح لشيشاوي وبتقول لها هو انت الشخص اللي ساعدني من شويه؟ وفي الاول بتكون مستغربه وبتقول لهم هي بتضايقني ولا ايه؟ وبيقول لي كانت شانج اللي كنت اعرفها كانت واضحه زي الشمس، ولكن اللي قدامي ديت مش هي ابدا. وهل فعلا ممكن يكون في انقسام في شخصيتها ولا بيتهيألي؟ وبيقول لها كان هو انت تشانج الحقيقيه ولا ايه؟ ولو انت فعلا فايه اللي حصل لجسمك؟ بتقول له ممكن اكون تشانج هان وممكن لا، وبصراحه مش عارف ده ازاي يعني، وفي كلتا الحالتين لازم تعملي زي تشانج هان اللي انت متعود عليها. وبالنسبه للجروح فهقول لك بص يا سيدي، انا كنت في مهمه درجه اي، وكان الهدف روح شريره من نوع نباتي درجه اي، وحصل غلطه وكنت هموت ولكن قدرت اهرب بسرعه. وبيقول لها كان طالما الروح قويه فانا هساعدك، وبعد كده ممكن تقسم المكافاه بيني وبينك بالتساوي. بتقول له اللي مخوفني انك تبقى اكل ليها. وبيقول لها كان ما تخافيش من حاجه، ودلوقتي بقى عرفيني اذا كنت هساعدك ولا لا. بتقول له اذا كنت مصر على الذهاب فانا قلت لك قبل كده ان مش همنعك. وبيقول له سو شيشاوي احنا هنيجي معك ومش هينفع نسيبك في الوقت ده. الله يا جماعه على الاخلاص بجد. وفي اليوم التاني بيروحوا لمكان الروح الشريره، وبتقول له تشانج شايف الشجره اللي قدامك ديت؟ هي بقى ديت الروح الشريره. وبيقول لها سودا باين عليها شجره قديمه، ولكن في الحقيقه ديت روح شريره والتقييم بتاعها 4 نجوم والمستوى اي 8. وفي الوقت ده بتستدعى تشانج حيوانها الروحي، وبيستغرب كان انها معاها حيوان روحي غير التاني، وبيهجم حيوانها الروحي على الشجره بكل شراسه. وبيقول لهم كانوا حد يهجم على الروح ديت، ولكن بعد فوات الاوان وبيهجم حيوان تشانج على الروح النباتيه وبيغرز مخالبه فيها، ولكن هما بتهجم على الروح من كل ناحيه. وفي الوقت ده بتقول تشانج الروح ديت مش قويه جدا ولكن صعب التعامل معها، وساعتها بتهجم الروح على الثلاثه مره واحده وبتقول شاوي لحيوانها الروحي يحرق كل الفروع بسرعه. وبالفعل بينفذ اللي طلبته وبيحرق كل الفروع، ولكن بتجدد الروح في روحها بسرعه، وساعتها بيتصدم يكان بقدره تجددها العاليه، وبعدها بتكتف الروح وبتمص طاقه جسمه كلها. وفي الناحيه الثانيه بيكون الوضع اسوء بكتير، وبيقول يكان لو فضلنا على الحال ده فهنموت كلنا. ولكن ساعتها بتيجي فكره ليكان واللي هي ان الروح من الخشب وعلشان كده فلازم تخاف من النار. وبيقول في سر قوه حيوان شيشاوي ممكن تأذيه ولكن مستحيل انها تنهيه مره واحده، وبيقرر يختبر تجددها حتى لو كان هجوم بدني او روحي، وعلى طول بينفذ هجومه وبيستخدم النار السفليه، وفعلا زي ما قال انها هتخاف من النار. وبيقول يكلم 205 بسرعه هجم عليها بنار تانيه وخلص عليها، وعلى طول بيهجم على الروح الشيطانيه وبيخلص عليها في ثانيه الا ثانيه. لا عاش بجد والله. وبعدها بيروح يكان علشان يفك اسر اصحابه، وبيقول له ستيلا انا مش مصدق انك قتلت روح شيطانيه الدرجه دي. بيقول له يكان ده مجرد حظ مش اكتر، وساعتها بتقول له شاج الحظ برضه يعتبر جزء من القوه، وشكل كده مش قدرتك كويس لما كنت معايا في المهمه الاولى. وبتقول له كمان انت قتلت الروح الشيطانيه وعلشان كده فحبت الدواء الداخليه من نصيبك، وبعدها بتسيبه وتمشي. وساعتها بيروح كلب يكان لعنده وبيكون معاه كريستاله حيويه، وبتقول له نقطه روحيه الكريستاله ديت جواها طاقه الحياه ومورد
ب3 نجوم، وبيكون ايكان سعيد لان الكريستالة ديت عندها القدرة على انقاذ شخص حتى ولو كان على اطراف الموت. وقبل ما تمشي شاجي بتقول له طالما الروح ميتة يبقى مهمتي انتهت وعاوزين بقى نشوف بعضنا في يوم تاني. بيقول لها خلاص ماشي بس مش تنسى نصيبي من مكافأة المهمة. وفي الوقت ده بتقول لهم شيشاوي يلا بينا علشان ده اخر يوم في الاختبار، ولو مش رجعنا في الوقت المحدد فهنفشل في الاختبار. وبعد الظاهرة بيبدأوا الطلاب يخرجوا من الغابة، وبعدها بتقول لهم المعلمة جاجي الطلاب اللي نجحوا في الاختبار يا ريت يقفوا على جنب، وبعدها بتهنيهم على النجاح في الاختبار وبتقول لهم من دلوقتي رسميا هتتعلموا فنون انسياد الروح، ودلوقتي هقول اسماء الطلاب اللي في المرحلة النهائية. وبينما هي بتقول الاسماء بيقول كانوا واحدة بس اللي فاضلين ولا ايه، ويا ترى معقولة تقتل اكتر من 100 واحد بالبساطة ديت. وبتقول لهم المعلمة للاسف كان في ظروف خاصة للاختبار، وبسبب كده عملت الاكاديمية فيها خاصة فوق الفئة العليا، والفئة الخاصة ديت هتدرب الطلاب اللي عندهم مهارات مش طبيعية. وعلشان تبقوا عارفين ان في 5 طلاب في الفئة ديت، وطبعا بقى يا صاحبي اكيد عرفت مين هو. واول واحد بيكون ستيلا ابن رئيس مؤسسة الارواح في مدينة جاين جان، وتاني واحدة بتكون شيشاوي واللي تعتبر بنت رئيس المدينة بالتمني. وبالنسبة للتالت والرابع فاول واحدة بيكون اسمها زوهيو، وتاني واحد اسمه زهلان جوبين كده انهم اخوات. وطبعا الناس بتكون مستغربة لانهم اول مرة يسمعوا عنهم، ده غير انهم عاوزين يعرفوا مين هو اخر طالب، واخر طالب في الفئة الخاصة هو يكيان. وبصراحة يا صاحبي بتكون صدمة لكل الطلاب، وبعدها بيقعدوا يسخروا من حيوان الروح وقوته الروحية الضعيفة. المهم بتقول لهم المعلمة جاجي الطلاب ال5 من الفئة الخاصة يجوا ورايا، وباقي الطلاب يروحوا يريحوا شوية لحد ما المعلمين يوصلوا. ولكن فجأة بينادي واحد على المعلمة جاجي وبيقول لها هات الولد القاتل ده، وبالمناسبة اللي بيتكلم عنه هو يكيان. وبتقول المعلمة انت تقصد ايه بالكلام اللي قلته ده؟ بيقول لها الولد الوحش اللي معاكي ده قتل ابن اخويا ولازم يدفع الثمن بحياته. وساعتها بيقول له كانت معاكي علشان تثبت ان عملت ده بالفعل. وفي نفس اللحظة بيعرف يكان ان الشخص ده من عيلة زهوي، وبيرد عليه وبيقول له انت خليت فيها دليل، ده انا هقتلك دلوقتي حالا. ولكن فجأة بتقف المعلمة في وشه وبتقول له لو مش معاك دليل تثبت بيه ان كده عمل كده فانا مش هخليك تلمس شعرة واحدة منه. بيقول لها انت ليه بتحميه، ولو صممت على الشيء ده فكده انت بتتحدي عيلة زهوي. بتقول له انت مخرف يا باشا، هو انت مش عارف ان ده واحد من طلابي وانا مسؤول عن سلامته ولا ايه؟ ولو مش معاك حاجة تثبت ان عمل كده فانا هحميه يعني. وحتى برضه لو كنت رئيس عيلة زهوي فانا كنت هقول نفس الكلام ده برضه، وطالما انك معكش دليل دلوقتي فانا همشي والطلاب معايا. وساعتها بيلعن الراجل كل حاجة لان زهوي مات تحت حمايته، ده غير انه لو رئيس العيلة عارف بده ساعتها هتكون حياته انتهت. وكمان هو كان عاوز يخلي يكان كمشي في ده علشان يصلح بيها اخطائه، ولكن المعلمة ضيعت كل ده. وبيقول في سره حتى لو ما كنتش متأكد ان يكان هو اللي عملها فهحط عليه كل اللوم برضه، ولما يجي الوقت المناسب فساعتها مجموعة الدم الحديدي مش هتسيبه في حاله. وبعدها بنروح للمعلمة جاج، وفي الوقت ده بتقول لها شيشاوي هي ليلة أكاديمية عملت فيها خاصة، وده بجانب ان عددهم قليل جدا. بتقول لها ده علشان موهبتكم وجودة حيواناتكم الروحية واللي تعدت توقعات الأكاديمية بكتير، وبالذات طلاب الفئة الأولى، وبسبب كده حرام ان احنا نحطكم معاهم. وحاليا تقدروا تروحوا تستريحوا شوية علشان نبدأ تدريبكم الرسمي من بكرة. ولما بيجهزوا نفسهم علشان يمشي بتقول المعلمة جاج اللي كان استنى. وفي الوقت ده بيقول يا ترى هي عاوزة مني ايه، وساعتها بتقول المعلمة جاج مش تفكر كتير علشان مش تتعب. وبعدها بتقول له هو انت صحيت حالتك المخفية ولا لأ؟ بيقول لها انا أول مرة أسمع عن حاجة زي كده. وفي نفس اللحظة بتعمل المعلمة مجسم علشان تعرفوا ايه هي الحالة المخفية، وشرح الحالة المخفية هو التوافق بين السيد وحيوانه الروحي. فمثلا لو وصل التوافق ل 50% ساعتها يقدر السيد يستخدم قوة حيوانه الروحي، وطالما زاد التوافق فهزيد القوة عند سيد الروح برضه. وبالإضافة ان لو الحالة وصلت ل 100% فبكده سيد الروح هيقدر يندمج مع حيوان الروح ويستخدم كل مهاراته. ولما كان بيشوف الصورة بيقول لها سيبك من الموضوع ده دلوقتي. بتقول المعلمة مش تستخف بالحالة الخفية وده علشان صعب اي حد يوصل لتوافق 50% مع حيوانه الروحي، وفي اسياد روح كتيرة مش عندهم الفرصة علشان يفعلوا الحالة الخفية. ده غير ان شفتك وانت بتهزم حيوان زهوي بقوتك الروحية بس، وبسبب كده انا حاسة انك صحيت الحالة الخفية بالفعل. وفي الوقت ده بيقول لها كان السبب اللي خلاني استخدم قوة حيوان الروحي هو النظام، ويا ترى هو اللي ساعدني في فتح الحالة الخفية ولا لا؟ وبعدها بيبص على المعلمة وبيقول لها على كلامك فاكيد في ناس اتعدت قوة البشر بكتير. وساعتها بتقول المعلمة هو انت قادر على اختبار التوافق اللي بينك وبين حيوانك الروحي دلوقتي ولا لا؟ وبيقول لها كان مش عارف ازاي بيتعمل الموضوع. وفي الوقت ده بتقول المعلمة لو عندك الحالة ديت فتعالى اضربني. بيقول لها كده انت بتهزري معايا ولا بتتكلمي بجد؟ بتقول له بطل السخافة ديت ويلا تعالى بسرعة، ومش تفتكر انك خايفة من ايدك الصغيرة ديت. وبيقول لها كده طالما انت عاوزة كده فمش همنعك، ولكن احسن لك تخلي بالك على قد ما تقدري. وفي نفس اللحظة بيهجم عليها كان بنص قوته، ولكن فجأة بتمسك ايده وبتقول له هو ده اللي عندك ولا ايه؟ وساعتها بيترعب يكانه مرة واحدة
بتمسك ايده وبتطيره لبعيد، ولكن بيقوم يكتل وبيقول لها زي ما توقعت انك مش هتكوني سهله، وبعدها بتقول له استخدم كل قوتك علشان اعرف مدى توافقك مع حيوانك الروحي. بيقول لها خلاص ماشي بس احسن لك تخلي بالك المره دي، وفي لمح البصر بيهجم عليها يكن ولكن بتستخدم قوتها الناريه وبتصد الهجوم بكل سهوله. وبالنسبه ليكن فالجذبه بتاعته بتولع وبقول فعله يا رب ما تكون صحت حالتها المخفيه، وبتقول المعلمه مهاراتك مش وحشه للدرجه دي ويلا بقى تعالى اهجم مره تانيه. بيقول لها ولسه في مره تانيه من الدور اللي في ايدك ديت ولا ايه؟ وبتقول له بطل سخافه، ولكن بيقول لها انا اللي هوريك السخافه بجد. ومره واحده بيستخدم عليها الصدمه القاتله وبيثبتها في مكانها، وفجاه بتستغرب المعلمه وبتقول هو ايه اللي حصل دلوقتي؟ وفي ذلك الوقت بيوصل لها يكن ولكن بتديله واحده بتريحه مكانه، وبيقول لها يكن خلاص كده انا مش ههجم مره تانيه. وساعتها بتقول له المعلمه هي ايه المهاره اللي استخدمتها من شويه؟ اصلا خلتني افقد الوعي في ثانيه. بيقول لها يكن المهاره ديت اسمها الصدمه القاتله وديت مهاره عند حيوان الروحي. وبتقول المعلمه بس علشان تستخدم مهاره حيوانك الروحي فلازم يكون التوافق اعلى من 70%، والظاهر كده ان توافقك مع حيوانك الروحي عالي جدا، اما بالنسبه لتوافق مع حيوان الروحي فهو معدي 70%، وده بسبب ان احنا قعدنا مع بعض فتره طويله، ده غير المشاكل اللي قابلتنا. وبتسال يكن ازاي رفع مستوى التوافق مع حيوان الروحي وهو لسه عامل معاه عقد من فتره بسيطه. بيقول لها ممكن يكون بسبب ان احنا عشنا مع بعض فتره 19 سنه. بتقول له لو زي ما انت بتقول كانت الناس اللي في الشوارع صحت حالتها من زمان. وبعدها بتقول له انسى الموضوع، وده لان كل الناس عندها اسرار وانا مش هحاول اتدخل في اسرارك، وفي المستقبل هقعد معاك شويه بعد المدرسه علشان اعلمك عن الحاله المخفيه. وبيقول لها كده هو لازم ادرس علشان ده ولا ايه؟ وبالمناسبه هو لازم ادفع الدروس الاضافيه ولا لا؟ بتقول له المعلمه لو استخدمت قوه حيوانك الروحي فمش هتعرف تستخدم جزء بسيط منها في المعركه الحقيقيه، وعلشان كده اللي هعلمه لك هيكون مهارات القتال. وبالنسبه للفلوس ما تخافش انا مش هاخد منك اي حاجه. بيقول لها ايوه هو ده الكلام، وطالما مش هدفع فلوس فانا هشتغل على نفسي بجد. وبعدها بيخرج كانو وبيقول له ستيلا اخيرا، وساعتها بيقول له ايه يا عم المعلمه قالت لك ايه؟ لا يكون في حاجه كده ولا كده؟ بيقول له يكون بطل استظراف بقى. المهم بيقول له سو تعالى بنتعرف على زملائنا التانيين، ولما بيتعرفوا على بعض بيقول سولا يكون تعالى بنروح ناكل في مطعم، ولكن بيرفض لانه عاوز يبحث ازاي يبقى مربي حيوانات روحيه. وفي نفس الوقت بتتفاجئ زهيو وبتقول له يكون هو انت برضه عارف ازاي تربي حيوانات روحيه؟ وبيرد عليها ستيلا وبيقول لها اكيد طبعا، وان كان عنده مهاره كبيره كمربي، واحتمال المره الجايه يبص على حيواناتكم الروحيه. وفي الوقت ده بيقول لهم يكون مش تسمعوا لكلامه وهو بس عاوز يتفشخر قدامكم. المهم بيقول لهم يكون انا همشي دلوقتي، وبتقول له شيشاوي مع السلامه. وفي الناحيه التانيه بتقول زهيو هو مش كان صغير علشان يبقى مربي حيوانات عنده خبره؟ ده غير ان مش المفروض يكون عمر المربيين كبار ولا ايه؟ وبعدها بيروح لمؤسسه جاين جاله ده علشان كان يبقى مربي حيوانات روحيه، وعلشان تبقوا عارفين فشهاده المربي هي اصعب شهاده، ومن الصعب اي حد يحصل عليها في العالم ده، وبسبب الحيوانات الكتيره اللي في العالم فكميه المعلومات دي صعبه ومعقده جدا، ومش سهل انك تبقى خبير فيها الا بسنين كتيره من الدراسه، وحرفيا المنافسه على العمل ده شرسه جدا، ولكن طالما اخدت الشهاده فتقدر تبقى مربي حيوانات. وبالمناسبه ان الوظيفه ديت فيها فلوس كتير بالهبل. المهم بقى بنرجع ليكينو وبتقول له البنت عاوزني اقدم لك على مستوى مبتدئ ولا متوسط؟ وبتقول الولد ده اصغر مني ويا ترى بدا دراسه في سن صغير ولا لا؟ وبيقول لها كان مش هلاقي عندكم مستوى عالي او خبير؟ بتقول له كان نفسي كده ولكن مدينه جاين جيم مدينه فرعيه واعلى مستوى فيها هي الفئه المتوسطه، ولو لسه مصمم على مستوى عالي او خبير فلازم تسافر للمدينه العليا او المدينه الملكيه. بيقول لها كان خلاص ماشي انا هقدم على مستوى الفئه المتوسطه. تقول له انت متاكد من ده؟ ليه ده المستوى المتوسط صعب جدا، ولو عاوز وقت تاني علشان تفكر فما فيش اي مشكله. بيقول لها انا عاوز اعرف ايه وديت رسوم التسجيل، وبعد اذنك بقى اديني استماره علشان ادخل في امتحان الفئه المتوسطه. وبتاخد الفلوس منه وبتقول له اتفضل الاستماره اهيت، وعلشان تبقى عارف اختبارك بكره هيبدا الساعه 8 الصبح. وفي اليوم التاني بيروح يكون على مكان الامتحان، وبيقول للراجل اللي واقف على البوابه انت جيت للغرفه الغلط، والغرفه ديت تبع امتحان الفئه المتوسطه. بيقول له كده طب انا جاي هنا علشان اخد امتحان الفئه المتوسطه، وبعدها بيفتح له البوابه وبيقول له اتفضل لدخول الامتحان. وبعد ما بيدخل يكون لاختبار الفئه المتوسطه بيقعدوا المتنافسين يسخروا منه، وده علشان سنه الصغير بالنسبه لاختبار الفئه المتوسطه. وفي الوقت ده بيدخل المعلم وهو اللي هيشرف على الاختبار، وبيقول يكون باين كده انه مشهور قوي. وبعدها بيقول لهم المعلم انا اللي هشرف عليكم في الاختبار ده، واختبار النهارده صعب نوعا ما، وكل اللي عليكم تحيوا حيوان روحي فشل في التحول، ولو عرفنا نساعده على التحول فده هيكون شيء احسن. وساعتها بيرد شخص عليه وبيقول له انت عاوزنا نساعد الحيوان الروحي على التحول صح؟ طب وازاي هنعمل كده هو اصلا تمثال حجري؟ وبصراحه السؤال ده بيكون غبي في نظر المعلم جدا، وبيقول لهم طالما انتم مش عارفين الشيء اللي قدامكم ده ايه فانتوا بتعملوا ايه هنا؟ وبالمناسبه يا صاحب الحيوان الروحي
الروحي ده من سلالة القرود، والتقييم بتاعه 3 نجوم والمستوى F8، والقرد ده اثناء التحول بتاعه فشل فيه وبقى قريب من الموت، وفي الوقت ده بيعرف يكن انه من سلالة القرود وفشل في التطور فعلا، ولكن بيقول يكن المعلم لو ما كنتش غلطان فده قرد يجيبونه فشل في التطور، وده اللي خلاه يتحول لصخرة. بيقول له المعلم كلامك صح، وان الحيوان ده في الاصل كان درجة F. وتعالى يا صاحبي اقول لك ايه اللي حصل للحيوان ده. بص يا معلم، لما المربيين حبوا يرقوا لي جودة احسن من كده استخدموا حبة دواء صخرية من داخل روح شيطانية، والظاهر كده انهم استخدموها بطريقة غلط وعلشان كده اتحول لصخرة، والمهمة الرئيسية انهم يلاقوا طريقة علشان ينقذوا بقى الحيوان ده. والمعلم بيقول لهم وقت الاختبار الساعة، وهتنجحوا في الاختبار ده لو عرفت ازاي ترجعوا الحيوان ده لحالته الاصلية، وعلشان تبقوا عارفين ان كل واحد ليه ساعة، يعني استغلوها بحذر. وساعتها بيقول يكلا المعلم انا عاوز يناوي جوهر دم حيوان اليف او روح شيطانية من نوع القرد بس تكون على الاقل درجة E، بالاضافة كمان ل10 اعشاب ذهبية وفضية ومقياس بنجليون مطور. بيقول له المعلم هو انت عندك حل ولا ايه؟ اصل بصراحة الموارد اللي انت طلبتها ديت غالية جدا. بيقول له انا واثق 100%، وكمان الموارد اللي طلبتها ديت مش هترجعه لحالته الاصلية، وانما هتخليه يتطور كمان. وما تخافش يا عم، لو مش نجحت في الاختبار فانا هدفع ثمن كل الموارد. وفي الوقت ده بيتصدم المعلم من اللي سمعه بيقول الثقة اللي فشخاه دي كلها. بيقول له المعلم خلاص يا عم انا هثق فيك المرة ديت وهخليهم يجهزوا لك الموارد، وبالفعل بيجيبوا كل الموارد اللي محتاجها. وبيقول لهم يمكن حطوا التمثال في الاناء ده، ولكن فجأة بيتدخل شخص من الموجودين وبيقول له انت عاوز تقتله ولا ايه؟ ولو عملت كده فاحنا هننجح في الاختبار ازاي؟ هو انت مفكر الاختبار ده لعبة ولا ايه؟ وبيقول لهم يمكن خلاص لو حد عنده حل افضل يجي يتقدم مكاني. لا بصراحة يالا الكلمة منك بتجيب من الاخر. بيقول له لا ما عندناش حل، ولكن ده مش معناه ان احنا هنفضل ثابتين في مكاننا. والراجل اللي جنبه بيقول له ايوه كلامك صح، واحنا مش هنخليك تحط القرد في الاناء. وساعتها بيتدخل المشرف وبيقول لهم الشاب برضه عنده حل لحد ما شخص فيكم يجي بحل افضل، ودلوقتي هو عنده الحق في التصرف بالقرد زي ما هو عاوز. وطبعا بقى مش بيكون عندهم حل فبيضطروا يسكتوا. وبعدها بيقول المشرف لكده عاوزين نعرف ايه هي افكارك بخصوص الموارد ديت. بيقول له يكي العشب الفضي والذهبي غني بالعناصر الذهبيه، ولو حطيتهم في الميه المغليه فهيدوبوا، ولو دخل الذهب جوه القرد فاحتمال كبير يتحول لمعدن. وبيقول له المعلم مش فكرت قبل كده ان النوع الصخري ممكن يتحول لمعدن؟ وبالمناسبه ديت معرفه اساسيه، بس لحظه واحده، هو مش الطبيعي ان الحيوان الروحي يتحول لوحده ولا ايه؟ وعلشان تبقى عارف ان احنا اول مره نسمع عن مربي بيطور الحيوانات الروحيه باستخدام الموارد. المهم بيعدي نص ساعه ومش بيكون في تغير للحاله، وبتقول له الاشخاص الموجوده عدى نص ساعه وما فيش اي تغير للحاله، ويا ترى بقى خلصت ولا لسه؟ وبيقول له كان المشرف قال لكل واحد ساعه وانا لسه قدامي شويه بسيطه، ويا ريت بقى تهدى شويه. وبيرد عليه الراجل وبيقول له انت مجرد صلعوك يالا. وبعدها بيقول له المعلم ازاي انبوبه اختبار صغيره هتخليه يتطور، وعلى حد علمي مفيش مربي حيوانات نجح في الموضوع ده. وبيقول له كان الحيوان ده لو كان في الظروف العاديه فمش هيكفي علشان دفاع عن نسله، ولكن بقى لو الحيوان ده كان شبه ميت فالغرض من جوهر الدم انه يخليه يستعيد وعيه وكمان يطوره. وفي نفس اللحظه بيتطور الحيوان والمعلم واقف مصدوم ومش مصدق اللي حصل. وتعالى بقى يا صاحبي اقول لك على مواصفات الحيوان ده. واول حاجه التقييم بتاعه 4 نجوم والمستوى E5. وساعتها بيقول المعلم لكن انت مش رجعته لحالته الاصليه وبس، ده كمان خليته يتطور. وبيقول له يا كان دي حاجه بسيطه بس. وبيرد عليه المعلم وبيقول له انت شاب جامد فعلا، وكان نفسي اديك شهاده خبير، ولكن للاسف اخر هي الشهادات المتوسطه، وده شيء محزن لان مستواك اعلى من كده. وفي نفس اللحظه بيكون الشخص اللي شد معي كان متضايق من اللي حصل، وفجاه بيمسك الحيوان الروحي كان من رجليه وببص له بصه لطيفه جدا. وبيقول يكلا المعلم هو انا هعمل ايه دلوقتي؟ ويا ترى هو ماسك فيا ليه؟ وبيقول المعلم ان في بعض الحيوانات الروحيه بيبقى عندهم الذكاء عالي، وبالمناسبه شكله كده عاوز يبقى معاك لانك انت اللي انقذته، ولكن المؤسسه الخاصه بينا دفعت فيه فلوس كتير علشان نرعاه. ولما بيسمع الحيوان الروحي كلام المعلم بيغضب وبيكسر الارض من تحته، وساعتها بيخاف المعلم وبيقول له خلاص يا عم خده ليك. وبعدها بيشكر يكان المعلم وبيقول له لو عاوز اي حاجه فانا تحت امرك. وبيقول له المعلم مفيش داعي، وبالمناسبه انت شرف كبير لمدينه جاينجان. وبعد كده بيروح يكلم مكان جنب بيته، وبيقول يكلم الحيوان الروحي انا هسميك كينج كونج، وبالمناسبه انت عاوز تعمل معايا عقد ولا لا؟ وبيقول له ايوه عاوز اعمل معاك، وهو على طول بيعمل يكان العقد وبينجح معاه. وبتظهر القطه الروحيه وبتقول له يكان انت عملت عقد مع حيوان روحي ومسموح لك تاخد من قوته 10%، وبالاضافه انك لازم تختار مهاره من مهارات حيوانك الروحي بسرعه. وبيختار يكان مهاره الغير قابل للتدمير، والمهاره ديت بتخلي الجسم اقوى بمراحل. والقطه الروحيه بتقول له يكان تم نسخ المهاره بنجاح. وفي الوقت ده يكان بيقول يا ترى هستحمل قد ايه من الضربات. وبيقول لحيوان الروح انا عاوزك تساعدني
تساعدني في اختبار المهاره الجديده واستعمل علي 10% من قوتك. وبالفعل بينفذ اللي طلبه وبيقدر يكن يستحمل الضربه، وبيقول له يكن اضربني تاني ولكن المره دي عاوزها بقوه 20%. وبيرجع حيوان الروح يهجم عليه تاني بقوه 20% لحد ما وصلها ل 50%، وحرفيا بعد ما وصل ل 50% بيطير يكن لورا. وبعدها بيقول لي كان حيوان يعتبر من فئه القوه، وعلشان كده فهو من اقوى الحيوانات في الرتبه ايه، وده بجانب ان صدت كل هجماته واللي هي نص قوته. والمفروض كده ان عندي مناعه من الحيوانات الروحيه او الحيوانات الشيطانيه اللي هم من الرتبه ايه. وفي الوقت ده بيدي يكن حيوان الروح عصايه قديمه، وبيقول له العصايه ديت ممكن تكبر او تصغر زي ما انت عاوز، ولو استخدمت العصايه ديت فهتكون اقوى بكتير. وبالفعل بياخدها وبتكبر على مقاس ايده زي ما قال بالظبط. وبعدها بشويه بيروح يكن على مكان تدريب اسياد الروح، ولما بيدخل يكن بيقول له شيشاو هو ايه اللي انتوا بتعملوه ده، وبتقول له شيشاو هو ده التدريب اللي كلمتنا عليه المعلمه جايانج. وبتقول له كمان غمض عيون حيوانك الروحي وخليه يعتمد عليك في تفادي الكرات. وفي الوقت ده بتيجي المعلمه جايانج وبتقول لها يكن هو انت كنت فين من الصبح، وبيقول لها يكن اسف لاني ما حضرتش، وده علشان كنت في اختبار مربي الحيوانات. وساعتها بيقول له سو يا ترى انت نجحت ولا لا؟ بيقول له يكن ايوه نجحت وكمان اخدت الشهاده من المستوى المتوسط. وبيقول له انا مش مصدق ان ليه اخ معاه شهاده من المستوى المتوسط. وفي الناحيه التانيه بتكون شيشاوي سعيده علشانه جدا، وبتقول المعلمه جايانج مش بالوحش، وده بجانب انك سيد روح وفي نفس الوقت مربي. وفي الناحيه التانيه بتكون زهيو مذهوله من يكيان. المهم بقى المعلمه جايانج بتقول له انت مش حضرت ولا حصه الصبح وعلشان كده تعالى ورايا. وبعدها بيروح كده على غرفه اللياقه، والمعلمه جايانج بتقول له مش عاوزه حد يعرف اني بعلمك القتال، وكمان مش عاوزه المدرسه تعرف اني بديك دروس اضافيه. وبيقول لها خلاص ماشي مش هقول لحد اطمني. والمعلمه بتقول له هعلمك النهارده ضربه الانش الواحد، والتقنيه دي تم استخدامها قبل الحقبه الحديثه، وبالمناسبه ان المهاره دي صعب انك تتخيل قوتها. وبعدها بتقول له ضربه الانش ممكن تساعد الشخص على استخراج كامل قوته الجسديه، وبعد ما بيتم تجميع القوه كلها في ايدك ينفع تخرجها مره واحده. وبالفعل بتوريه درس عملي على المهاره ديت، وبعد ما بتخلص بتقول له يا كده استخدم نص قوتك وده علشان انك مش عارف ازاي تستخدمها، ولكن بقى يا بطل لو اتعلمت ضربه الانش فده هيمكنك انك تخلي كل ضربه اقوى من اللي فاتت. وبيقول لها كده طالما المهاره ديت قويه للدرجه دي فليه مش في حد بيستعملها في العصر بتاعنا؟ بتقول له علشان في ناس اقليه من اسياد الروح هم اللي يقدروا يفعلوا الحاله المخفيه، ومش مهم قوه الشخص العادي وهو حتى مش قادر يتغلب على روح شيطانيه درجه اف. وبالمناسبه انت ليه تتعلم ضربه الانش وانت قدامك تطور حيوانك الروحي وتخليه اقوى بكتير؟ وعلشان تبقى عارف ان الاشخاص اللي عندهم جزء بسيط من قوه حيواناتهم الروحيه نفسهم يتعلموا الفنون ديت، وفي الوقت ده بيحاول يكن يتعلم المهاره ولكن بيفشل. والمعلمه جنج بتقول له تعالى معلمك اساسيات المهاره ديت، وبتقول له ان مهاره الانش الواحد سريعه وخفيفه ولكن شرسه جدا. وعلى اخر اليوم بيخرج يكن مع صحابه، وستيلا بيقول له يكن خليك صريح معايا، هو ايه السر اللي انت بتخبيه انت والمعلمه جيانج؟ وبيستغرب يكن وبيقول له سر ازاي يعني؟ وبيقول له في الثانيه اللي انت جيت فيها اختفيت انت والمعلمه بدون اي اثر، ويا ترى انت خرجت معاها في موعد ولا ايه النظام؟ وبيضحك عليه يكن وبيقول له انا برشحك انك تكتب روايه بخيالك الواسع ده. المهم بقى بيقول لهم يكن في موضوع عاوز اقول لكم عليه، انا بفكر ان افتح مكتب مربي حيوانات روحيه، وفي الوقت ده بيقول له سو انا هدعمك 100% وكمان هكون شريكك وهتحمل النفقات الخاصه بيك. وبيقول له يكن انت اخويا بجد يلا، وبالمناسبه انا مش كنت عارف ازاي هجمع الفلوس علشان افتح بيها المكتب ولكن انت حلتها، وايه رايك يا عم نقسم الارباح 70% الك و30% الي؟ بيقول له مفيش مشكله بس هنخليها بالتساوي وانا مصر على كلامي. وفجاه بينادي شخص على يكن وبيتضح انهم زهيو وزهيو لانج، وبتقول زهيو ليكن لو فتحت مكتب فهل ينفع ننضم لكم انا واخويا ولا لا؟ وحتى شوف يا عم احنا عارفين حاجات كتيره وممكن نعمل اي حاجه، واذا كان على المرتب فمش مهم واحنا بس عاوزين نتعلم مهارات جديده. وبيقول لهم يكن احنا زملاء فيها اكيد مرحب بيكم طبعا، وطالما ان الشيء ده مش هيسبب لكم مشاكل في الدراسه فما فيش اي مشكله. وبعدها بيروحوا على مكان الناس بتمشي فيه كتير، وفي الوقت ده بياخدهم سو على المكان اللي هيفتح فيه كان المكتب، ويكن بيقول له ايه السرعه دي كلها؟ وبيقول له سو الوقت من دهب ويلا بقى علشان تختار اسم للمكتب. وبيقول له يكن ايه رايك نسميه استوديو الحيوان الروحي؟ وبيقول له سو الاسم ده مبتكر جدا وانا مرتاح له. ويكن بيقول الاسماء المبتكره بيستخدمها الناس المؤهله واعتقد اني مؤهل 100%. المهم بقى بيقول له سو انا هبعت واحد دلوقتي علشان يجهز لوجو المكتب. وبعدها بتقول شيشاوي لكن انت مش ناوي تعين ناس علشان تساعدنا ولا لا؟ اصل انت عارف ان احنا هنكون في المدرسه طول الوقت. وبيقول لها يكن مفيش داعي لان كنت بخطط لده من زمان، واحسن طريقه ان احنا نستقبل العملاء في وقت معين، وايه اللي هيعوزنا اساعده لازم ياخد موعد. وبيقول له سو احنا كده مش هنخسر فلوس ولا ايه؟ وبعدها بيقول له يكن انت مش سمعت قبل كده عن التسويق الجائع ولا ايه؟ المهم بعد ما بيخلص يكن بيقول له انا مش فاهم اي حاجه ولكن باين اللي بتقول عليه منطقي خالص. وبعد تجهيز المكتب بيعملوا احتفال ضخم، وفي الوقت ده بيقول سو مفيش حد بيدخل ليه؟ وبيقول له يكن ده الطبيعي حتى لو كان في ناس ماشيه
ماشيه كتير، وده بجانب ان في مكاتب كتيره في المدينه. وبالمناسبه احنا لسه فاتحين دلوقتي حالا، والمظاهر بتاعتنا باين عليها انها صغيره قوي، وعلشان كده في ناس كتيره مش هتصدقنا، ولكن لما يعرفوا احنا بنعمل ايه في ساعتهم كلهم هيجوا عندنا. وبتقول له شيشاوي ما تخافش احنا هنلم زباين كتير. وسو بيقول لها انت ازاي متاكده من ده؟ ومن الناحيه التانيه بتستقبل زهيون الناس اللي داخله المكتب، وساعتها بيدخل شاب وبيقول المكان مش وحش للدرجه دي، ولكن الاسم باين عليه متكبر جدا. وكان بيقول له حتى لو الاسم متكبر فانت مش لك شأن في الموضوع ده، وبالمناسبه انت جاي هنا علشان تستخدم خدمتنا ولا ايه النظام؟ وساعتها كان بيقول الشخص ده مش ناوي خير وانما هنا علشان يبدا القتال. بيرد عليه الشاب وبيقول له يعني انت صاحب المكان، وبالمناسبه هو ده السلوك الصح علشان تعامل بيه زباينك ولا ايه؟ في الوقت ده بتتدخل شيشاوي بتقول له ازاي لو شانج انا طلبت منك تلم الزباين مش تبدا القتال. بيقول لها بس يا اختي انا فكرت المكان ده مشهور، ولكن في الحقيقه ده مجرد محل صغير وانت باين عليك عاوزه تذليني. وشيشاوي بتقول له اسمع الكلام اللي بقول لك عليه وبطل الكلام الفاضي ده. وفي الناحيه التانيه كانوا ستيلا مصدومين على الاخر، وكان بيقول بعد ما زي يتمنى شيشاوي لسه حبه فاضل ليها، وده بجانب ان عنده ابن تاني، وكان مش مصدق ان في فعلا شخص كده. بعد ما عرفنا ان الشاب اللي شانج يبقى اخو شيشاوي بيكون الجميع في حاله من الصدمه. المهم بقى بيقول له شانج لاخته ايه اللي عاجبك في الشاب ده؟ هو انت فاكره ان والدك هيسمح لك انك تبقي معاه ولا ايه؟ وفي الوقت ده شيشاوي بتضربه وبتقول له مالكش دخل في الموضوع، وبالاضافه احنا مش عندنا محتاجينك في حاجه ويلا بره. بيقول لها مش طالع لما اشوف مهارات الشاب ده. وبيقول لشانج اللي كان بما انك فتحت مكتب فانت عارف ازاي تربي الحيوانات صح؟ بيقول له ايوه بس عارف حاجات بسيطه. بيقول له يعني انت جاي تفتح مكتب وانت مش عندك معرفه كافيه؟ ده ايه الذكاء العالي ده؟ وهو انت مش عارف انك هتكون مسؤول عن حيوانات الناس التانية ولا ايه؟ وشيء زي ده مش تدخل اختي فيه. ولكن فجاه بيتدخل سو بيقول له بطل الكلام الفاضي اللي بتقوله على يكيان ده. وبالمناسبه هو معاه شهاده من الفئه المتوسطه، وبيضحك له شانج عليه وبيقول له بطل هزار بقى. هو انت مش عارف ان الاشخاص اللي عندهم شهادات متوسطه مش معديين العشرة ولا ايه؟ ولو كنت عاوز تغفلني فاقول حاجه بتتصدق. وبيقول له سو شايف اللي على الحيطه ديت يالا اهي دي بقى شهاده من المستوى المتوسط. ولشانج بيكون مرتبك ومش عارف هيعمل ايه. هو بيقول له سو ايه رايك بقى في طعنه الوش وانت مش عارف اللي فيها؟ بيقول له لشانج ازاي اعرف انها حقيقيه وانتم معلقينها بعيد كده؟ وبالاضافه الى ذلك لو الشهاده ديت مزوره فانتوا كده بتلعبوا بالنار، واحسن لكم تخلوا اختي بعيده عن الموضوع ده. وشيشاوي بتقول له انت مش مرحب بيك ويلا بره. وبيقول لها انا رافض ده، ولو هو بارع زي ما بتقولي فعلا فانا عاوز ارقي حيواني للمستوى اللي بعده. بيقول له سو هو انت بتهزر يا ابني؟ هي دي مش قطه ولا ايه؟ بيقول له انت بتهبب بتقول ايه؟ هو انت مش عارف ان ده شبل نمر الكريستال التلجي ولا ايه؟ وكان بيقول له انا مش هرقيه وبس ده كمان هطوره. بيقول له لشانج انت متاكد من كلامك ولا ايه النظام؟ بيرد كانوا بيقول له 100%. وبيقول له خلاص يا عمي انا هثق فيك المره ديت، ولو عرفت تطوره زي ما قلت فانا مش هسحب كلامي وبس ده كمان هعتذر لك، ولكن بقى لو مش عرفت فانا عاوزك تبعد عن اختي تماما. وبيقول له انا موافق. وفي تلك الاثناء بيقول لي كل زملائه يساعدوه في تحضير الموارد، وبعد نص ساعه بيتم تجهيز الموارد وبقول له يكان خد ده بقى شربه لحيوانك الروحي. وبيقول له هي ريحته معفنه كده ليه؟ المهم بقى بعد ما بيخلص حيوان لشانج بيتحول لكريستاله من التلج، وبيقول له يكان مش تخاف لان ده الطبيعي. وبعدها بيرص حواليه اطنان من مكعبات التلج، وبعدها بفتره بسيطه بيتطور حيوان لشانج زي ما قال يكان. ولشانج بيكون في قمه السعاده ومش مصدق ان حيوانه الروحي اتطور فعلا، لا وكمان الجوده بقت احسن بكتير. وبالنسبه لزملائه كان مش بيكونوا مصدقين اللي حصل. وساعتها السو بيقول له صدقتني بقى يا معلم ولا لا؟ ولكن مره واحده بيمسك لشانج رجل يكيان وبيقول له انا كنت عيل غبي فعلا وانت فعلا شخص جامد وعندك موهبه فعلا، واتمنى تسامحنا على الكلام اللي قلته من شويه. وبيقول له انت ازاي قلبت بالسرعه دي؟ هو انت يا ابني مش من شويه كنت بتقول ان يكان مش يستحق اختك ولا ايه؟ ولشانج بيقول له يكان اخويا في القانون، يعني من الاخر هو جزء من عيلتي. والسو بيقول له يا سلام دلوقتي يكان بقى جزء من عيلتك، ما هو اكيد طبعا بعد اللي حصل ده لازم يكون. وبيقول له فاكر لما قابلت يكان وانت ساعتها كنت بتلعب في الارجاء ولا لا؟ وعلشان تبقى عارف علاقتنا انا ويكان صديقه 100%. ولشانج بيقول له بطل بقى تخريف، انا مش بتكلم انك قابلته الاول ولا لا، وانما بتكلم على علاقتنا انا ويكان لانها اخويه، وده علشان هو اخويا في القانون. وبيقول لهم يكان بطلوا الكلام الفاضي ده حالا. ساعتها لشانج بيقول له انت اخ مذل وعلشان كده عاوز خبرتك مره تانية. وبيقول له يكان هي المساعده. بيقول له من فتره بسيطه حيوان والد الروحي مش على بعضه الايام ديت، ووالد ساعد ناس كتيره ولكن مفيش حد عارف ايه هي المشكله، وبما انك مربي كويس فعاوزك تعرف ايه هو السبب، ولكن خد بالك ده حيوان والدك المستقبلي. وساعتها شيشاو بتقول له انت ما قلتليش بالخبر ده ليه؟ بيقول لها انت لسه داخله الفئه الخاصه ووالدي مش عاوز يشغلك. وبعدها بيقول لها يكان لو عرفت تساعد حيوان والد الروحي فساعتها مش هتدخل بينك انت واختي، ولكن لو فشلت بقى فساعتها لازم تبعد عن اختي. بيقول له خلاص يا عمي انا هعمل على اللي اقدر عليه. وبعدها بتاخدنا الاحداث لوالد شيشاوي، وفي الوقت ده بيقول له المربي سامحنا على قله خبرتي لان مش عارف ايه هي المشكله، واحنا عملنا كل اللي في ايدينا ولكن مفيش حد في المدينه
تخليني عارف ايه هي المشكله بتاعه حيوانك. وساعتها بيخش مربي في الكلام وبيقول له ان المعلم ديفانج رجع للمدينه، ولو اتصلت عليه بخصوص مشكله حيوانك الروحي فممكن يكون عنده الحل. بيقول لهم شكرا، ولكن بالفعل انا بعت واحد علشان يجيبه. في ذلك الوقت بتوصل شيشاوي هي واصحابها، ووالدها بيقول لها ايه اللي جابك هنا، وبتقول له النهارده اجازه من المدرسه، ولكن في حاجه عاوز اكلمك عليها، هو ايه اللي حصل للانج شو. وشيشاوي فجاه بتشوفه مرمي على الارض، وفي الناحيه التانيه القطه الروحيه بتقول لها كان الحاله اللي قدامنا ديت حاله تسميم من السايبرومين، والعلاج هيكون غسيل معده. وساعتها بيقول لشانج لوالده هو ده يكان، وهو هنا علشان يساعد حيوانك الروحي. وبيستغرب وبيقول شكله كده هو الشاب اللي كلمتنا عنه شيشاوي. وبعدها بيقول لكان ايه هي المؤهلات اللي معاك علشان اثق فيك. وبالمناسبه الاشخاص اللي معايا دول احسن مربيين المدينه، ولا حد دلوقتي مفيش ولا واحد منهم عارف ايه هو السبب. والمطلوب بقى ان اسيب طفل عنده 17 سنه يفحص حيوان الروحي. يا سلام. وبيقول له مفيش داعي خلاص لان اتصلت بالمعلم ديفانج، وتخميني هو الوحيد اللي هيعرف ايه هي مشكله حيوان الروحي. بيقول له خلاص براحتك، بس انا بقول لك ان المعلم ديفانج مش هيعرف هو عنده ايه. وبيقول له المربي بطل بقى سخافه، يالا انت ازاي بتقول على المعلم ديفانج كده، وانت لسه طفل ومش عندك الحق بالكلام على المعلم كده. وبيقول لي كان والد شيشاوي انا متاكد اني هعالجه، ولكن لو ادتني فرصه واحده. وبيقول لي شانج لوالده خليه يجرب، وعلشان تبقى عارف انه معاه شهاده من الفئه المتوسطه. وبيقول زي لابنه لو كنت عاوز تساعدني فمش لازم تكذب، وانت بتقول عليه مربي من الفئه المتوسطه واصلا مفيش غير 10 في المدينه. وبيقول لي كان شكله كده مش مصدق ولازم امشي. ولكن في تلك الاثناء بيوصل المعلم ديفانج، وبعدها بيرحب بيه والد شيشاوي. ولما بيدخل المعلم بيكون سعيد لانه شاف يكان مره تانية، وبيقول له انت جيت هنا علشان تساعده ولا ايه النظام. بيرد عليه وبيقول له حاجه شبه كده. وساعتها زي بيقول هو المعلم بيتكلم مع الولد ده ليه، والمعلم بيقول له مش تقول انك مش عرفت ازاي تعالج الحيوان ده. بيقول له انا عارف ازاي اعالجه، ولكن الرئيس زيا مش واثق فيا. وفجاه بيتدخل زيا وبيقول له المعلم انا شايف انكم تعرفوا بعض. بيقول له ايوه انا عارف يكان لانه الوحيد اللي نجح في اختبار الفئه المتوسطه. وبيسال واحد المعلم وبيقول له هو المربي اللي عنده 16 سنه حقيقي ولا لا. بيقول له المعلم ايوه الكلام ده فعلا صح. والمربيين كلهم بيتصدموا وبالاخص والد شيشاوي. وبيقول زي ازاي هو مربي وقوته الروحيه متضرره. وبيقول المعلم بس هو نجح في الاختبار من يومين، وللاسف مش كان عندي وقت علشان اكتب عنه تقرير. وعلشان تبقى عارف ان معرفتي كان بالحيوانات الروحيه عاليه جدا، ولدرجه انها بتخليني اشعر بالاحراج. وكمان لو في حد قال لي مين اللي يستحق الحصول على شهاده عاليه فانا هصوت لايكيان. واول ما زيا بيسمع كده بيتصدم لانه عارف ان صعب الحصول على شهاده عليا. وساعتها بتقول له شيشاوي انا هعتذر لك بالنيابه عن والدي، ولو سمحت عاوزين خبرتك في علاج حيوان والدي. وبيقول المعلم ديفانج للرئيس زي انا عارف انك مش مصدق دلوقتي، ولكن طالما كان موجود فنسبه علاج حيوانك كبيره جدا. وساعتها الرئيس زي بيحس بالاحراج وبيقول لكن انت صاحب شيشاوي وعلشان كده ازاي اطردك، وبالمناسبه لازم تاكل معانا في يوم تاني. وبعدها المعلم ديفانج بيشيك على حيوان الرئيس زيا وبيقول له ان حيوانك الروحي متسمم والسم بيأثر عليه جامد. وزيا بيقول له انت محتاج ايه علشان تعالجه. وبيقول له بالرغم ان حيوانك الروحي متسمم فهو مش هيعرف ايه نوع السم علشان يوصف لك الدواء المناسب. وجسم حيوانك الروحي السم بدأ ينتشر فيه جامد، وتقريبا كده قدامه 7 ايام على الموت. وزيا بيقول له احنا هنقف نتفرج عليه كده ولا ايه النظام. وساعتها بيقول المعلم ديفانج لايك يعني ايه هي افكارك. بيقول له مفيش افكار ولا حاجه، وانا عارف ازاي هعالجه، والموضوع مش صعب زي ما انت بتقول. وبيقول لهم السم اللي جوه الحيوان ده هو السايبرومين. السم ده مش بيسبب خطوره على البشر، ولكن بيسبب خطوره اكتر على الكلاب. وازاي ما انتوا عارفين ان زي بالقمر الفضي اعداء الداخليه شبه الكلاب، وعلشان كده السم بيأثر فيه برضه. ولا شاجي بيقول له هو السايبرومين ده. بيقول له كده عارف انت الشوكولاته اهي دي بقى فيها ماده السايبرومين. والشيشاوي بتقول له يعني الشوكولاته هي اللي خلته يمرض ولا ايه. بيقول لها مش لازم ياكل شوكولاته علشان يحصل معاه كده، ولكن شكل كده فيها اسباب تانية. وبالمناسبه لو الكلاب كانوا شويه من السايبرومين فمش هيتاثروا بيه بشده، ولكن السبب اللي خلى زي بالقمر الفضي يحصل معاه كده هو ان في شخص اداله كميه كبيره من السايبرومين عن قصد، ولو مش كان عنده قدره عاليه فمش كان هيقدر يتحمل الوقت ده كله. وبيقول له زي يعني في شخص سمم حيوان الروحي صح. وبيقول له كان ايوه. وبعدها زي بيقول له من فضلك ساعد حيوان الروحي. وبيقول له كان الحل بسيط خالص، وكل اللي هيحتاجه حيوانك الروحي هو غسيل معده. وزي بيقول له انت متاكد ولا هتودينا في داهيه. وبيقول له مش تخاف انا متاكد 100%، ولكن الوقت مش بيستنى حد ولازم تاخد قرارك. بيقول له خلاص انا هثق فيك المره ديت. ودلوقتي ايه هي المواد اللي هتحتاجها علشان احضرها لك بسرعه. وبعدها بنص ساعه بيحضر يكون العلاج وبيقدمه لحيوان الرئيس زيا. ولما حيوان زيا بياخد العلاج بيرجع كل شيء حرفيا. وزيا بيقول له كان حيوان الروحي بقى احسن دلوقتي. وبيشكر يكان وبيقول له لو مش كنت موجود لكان حيوان الروحي مات. وكمان بيعتذر له علشان مش احترمه في الاول. وكان بيقول له مفيش داعي للاعتذار ومساعدتك واجب عليا لانك والد شيشاوي. بيقول
بيقول له ايوه كلامك صح، واحنا عيله واحده من دلوقتي. وبعدها بيقول لهم هي دي الظهيره، وانا بعت سيد الخدم علشان نتغدى مع بعض. المهم بقى لما بيخلصوا بيقول له كان شكرا على الضيافه، وبالمناسبه في شيء عاوز اكلمك بخصوصه، وانا مش عارف اذا كان من الملائم اقول لك ولا لا. هو بيقول له احنا عيله وتقدر تقول اللي انت عاوزه. وبيقول له كان بخصوص علاج حيوانك الروحي انا عاوزك تخلي السر ده بينا، ومش لازم اي حد يعرف اللي حصل. وبيقول له مش تخاف انا عارف كل حاجه. ولما كان بيرجع بيقول له انت عملت ايه، وهي الامور كانت صعبه معاك ولا ايه النظام. ولشاجي بيقول له ان والدي فخور بيك كان، وبالمناسبه هو والدي هيخلي الامور صعبه علشان ايه، وكمان لو كانت تقدم لاختي دلوقتي فوالدي هيوافق بكل تاكيد. والشيشاوي مره واحده بتمسك ودان اخوها وبتقول له بطل بقى تخريف. وفي الناحيه التانيه بتقول لهم زهيو في زباين يجوا. ولما لشاجي بيبص بيقول هي دي مش عربيه والدي ولا ايه. وساعتها بيدخل زيا وبيقول لي كده انا عرفت انك فتحت مكتب هنا، وعلشان كده قررت اجيب شويه صحاب معرفه، وللاسف حيواناتهم الروحيه عندهم مشاكل، وبما انك مربي كويس فعاوزك تعرف ايه هي المشاكل اللي عندهم. بعد ما الرئيس زيا بيلم اصحابه وبياخدهم على مكتب يكان، وده علشان حيواناتهم الروحيه عندهم مشاكل. وصاحب زيا بيقول له النهارده مش كذبه ابريل، صح انت عاوز تفهمني ان الشاب ده مربي من الفئه المتوسطه ولا ايه. وصاحبه التاني بيقول له احنا مش فاضيين لك يابا، وكل ثانيه بتضيع منك خساره بالنسبه لنا. صح اولادك بيعملوا ايه هنا. وزيا بقول لهم بطلوا بقى تخريف، وانا عارف انكم كنتوا هتقولوا عليه كده اول ما تشوفوه، وعلشان تبقى عارف مش لازم تحكم على الناس من مظاهرهم. وبالرغم ان كان سنه صغير ولكن احب اقول لك انه كفيل بالعشر مربيين اللي في المدينه. وبيقول له مش في حاجه هتخليني اصدق غير لما اشوف بعيني. وبالفعل بيستدعي حيوانه الروحي وبيقول له كان خد بقى وريني المهارات اللي عندك. وفي ذلك الوقت بيعرف كان هو نوع الحيوان ده، وبيقول له لو مش كنت غلطان فالحيوان ده بيقعد مع نفسه كتير، وده غير انه مش عاد بياكل كويس ولا بيطيع الاوامر الخاصه بيه. والاخ بيتفاجئ من مهاراته وبيقول له انت عرفت ازاي، ويا ترى هتعرف تعالجه ولا لا. بيقول له مفيش علاج ولا حاجه، وكل اللي في الموضوع ان قلب حيوانك الروحي مكسور. وساعتها بيقول له انت بتلمح على ايه، وكان بيقول له انا هبسطها لك من الاخر حيوانك الروحي بيحب. وفي تلك الاثناء بيقول له الرئيس زي بيحب ازاي يعني. وكان بيقول له هو انت فاكر ان البشر هم الناس الوحيده اللي بيحبوا ولا ايه. صح فكرتني الحيوانات الذكيه عندهم مشاعر برضه. وبيقول له صاحب زي بعد الكلام اللي انت قلته ده في حاجه انا عاوز اقولها. هو تقريبا الكلام اللي انت قلته ده صح، لان من يومين كان عندي ضيفه ومعاها انثى الدم، وساعتها حيوان الروحي كان سعيد بيها لدرجه لا توصف، ولكن ساعه ما افترقوا عن بعض الامور اتغيرت 180 درجه. وبعدها الرئيس زي بقول له يعني كلامي كان صح، وعلشان تحل مشكله حيوانك الروحي لازم تتصل بالضيفه اللي كانت عندك. وبالفعل بيتصل بيها وبتوصل على طول، وساعتها حيوان الروحي بيكون سعيد لما شاف الدبه. المهم بقى بيقول لها في موضوع عاوز اكلمك عليه، وبصراحه انا مش عارف ازاي افتحه معاكي، ولكن من الاخر حيوان الروحي بيحب الدبه بتاعتك، ودلوقتي انت مستعده تبيعيها ليا ولا ايه. واذا كان على الفلوس ما تخافيش انا هشتريها منك بالسعر اللي تحبيه. بتقول له بس انا وهي قعدنا مع بعض فتره طويله، وانا مش عارفه اذا كنت مستعده ابيعها لك ولا لا، ولكن بالنظر لحاله حيوانك الروحي فانا مستعده ازورك كل يومين. ولما بيسمع كده بيكون سعيد جدا، وبيقول لها ما عنديش اي مانع. نرجع بقى لإيكان واللي حرفيا بقى اشهر مربي في المدينه، وبالرغم ان حط عدد ساعات معينه ولكن لسه في ناس بتخش المكتب، ويا ريتهم واحد ولا اتنين، ده المدينه كلها داخل الاستديو. وفي تلك الاثناء بيقول سولا كان عندنا مشكله في الموارد، وايه الموارد اللي احنا طلبناها بتمنع عندنا. وساعتها بيتخض كانوا بيقول له ازاي ده حصل. ويسو بيقول اللي ورا الموضوع ده هي مجموعه الدم الحديدي. ويسو حرفيا بيكون في قمه الغضب من اللي عملته مجموعه الدم الحديدي. وساعتها بيستغرب كانوا بيقول هي مجموعه الدم الحديدي بتعمل ليه كده، وهو يا ترى كوي لسه عايش ولا ايه. ويسو بيقول له لا يا باشا ايه كوي ليه اخ تاني، وبالمناسبه هو رئيس الوكلاء في مجموعه الدم الحديدي، بس غريبه يعني انا حاسس انهم مش بيعرضونا علشان كوي. المهم يسو بيقول له طب اقول لوالدي يضغط على التجار ولا ايه، وكان بيقول له مش هيكون في فايده من ده، واحنا لازم نتصرف معاهم بانفسنا. ويسو بيقول له يعني احنا هنقتلهم ولا ايه، وهو انت مش عارف انها اكبر مجموعه في المدينه ولا ايه يا معلم. بيقول له كان مش تخاف لان احنا هنقتلهم بذكاء. المهم بقى بتاخدنا الاحداث على مخزن مجموعه الدم الحديدي، وفي الوقت ده بيقول سولا كان هي خطتك يا باشا، ولكن ساعتها بتقول له شيشاوي ايه اللي انت ماسكه في ايدك ده، وبيقول لها كان مش دلوقتي وانا عاوز حيوانك الروحي يحرق الاعشاب ديت. ويسو بيقول له ما تقول بقى انت بتخطط لايه، وساعتها بيقول له كان اتفرج وانت هتعرف. وبيرفع كان ايده في الهواء، وساعتها بتحصل حاجه غريبه والحيوانات بتهجم على بعضها، والسبب في ده كله هي الاعشاب اللي حرقها كان، لانها بترجع الغرائز الاصليه للحيوانات، ولكن مش بتطول لانها بتكون في صوره مؤقته. ولشانجي بيقول له يا ابن اللعيبه عملتها ازاي دي، وبعدها بيقول لهم كان يلا بينا بقى علشان المخدر ده مش هيدوم لفتره طويله. وفي تلك الاثناء بيدخلوا لمخزن مجموعه الدم الحديدي، واول ما بيدخلوا بيتفاجئوا من كثره الاشياء اللي جوه المكان. وساعتها بتقول لهم شيشاوي لو اخدنا الاشياء ديت فهتكفينا نص سنه قدام. في ذلك الوقت بيستدعي كان حوت الفراغ الازرق، وبعدها بيقول له خد كل الموارد ديت بسرعه.
بالفعل في ساعتها بيلم كل حاجه موجوده حرفيا، وسو بيقول له يا كان احنا كده لبسناهم واحد من العيار التقيل، وكان بيقول له احنا بس بنرد الدين مش اكتر، وبعدها بيسيبوا المكان وبيمشوا. وساعتها بتعرف المجموعه ان المخزن اتسرق بالكامل. المهم بقى في اليوم التاني بيروح يكان على مدينه المرتزقه، واثناء ما هو ماشي بيقول يا ترى جنجهان فين دلوقتي، وبالمناسبه انا مش شفت منها ولا جنيه من ساعه ما ساعدتها في اخر مهمه. وساعتها مره واحده بيلاحظ يكان ان في شخص بيمشي وراه. المهم بقى بيروح يكلم والد جنجهان وبيساله اذا كانت بنته موجوده ولا لا، وبيقول له انا ايه اللي عرفني، بس غالبا تلاقيها في مهمه. وبعدها بيقول له شيء غريبه يعني انا مش شفتك من زمان، وكان بيديها له خبط لزق وبيقول له لو مش كان ليا فلوس عند بنتك مش كنت هتشوفني اصلا. وفي تلك الاثناء مره واحده بتحوط مجموعه الدم الحديدي المكان، ورئيسهم بيقول له يا كان هو انت ملك استوديو الحيوان الروحي ولا لا، وكان بيقول له ايوه بس لا مؤاخذه هو في مشكله ولا ايه. بيقول له هو انت اللي سرقت مخزن الدم الحديدي ولا ايه، وكان بيقول له انت محوط بيا ناس كتيره كده ليه، هو شكك فيا قوي للدرجه دي. وبيقول له ايوه واحسن لك تسلم الاشياء اللي اخدتها، ولو مش عملت كده فاحب اقول لك ان السيد الصغير مش هيقدر يحميك. صح انا سمعت اللي كان في خلاف بينك انت واخويا وانت اللي قتلته صح. وكان بيقول له اولا انا مش عارف ايه اللي حصل للمخزن بتاعك، وثانيا موت اخوك مش له علاقه بيا خالص. وبيقول له انت عيل غبي فعلا وانا بديك فرص كتير ولكن انت مش بتستغلها الصح، ومش تلومني لو عملت معاك الصح دلوقتي. وبعدها بيدي امر للمجموعه بالقبض على هيكيان، ولكن ساعتها شيو بيقول له انت مش شايفني قدامك ولا ايه يابا، وبيقول له هو انت مش عارف انك عجوز ولا ايه واخرك هيكون ولا حاجه. وبينفعل عليهم رئيس المجموعه بيقول لهم انتوا شويه اوغاد في اخر التصنيف، وبحركه واحده من ايدي هتتمسحوا كلكم. وشيو بيقطع في كلامه وبيقول له واحد زيك مش هيفهم، وشكل كده لازم اعلمك الادب من الاول. وفي نفس اللحظه بيستدعى رئيس المجموعه الحيوان الروحي بتاعه، وبيقول له شيو انت باين عليك بتدور على موتك، ولكن بيصر شيو وبيستدعى حيوان الروحي هو كمان. وعاوز اقول لك يا صاحبي ان الحيوان ده مفيش بعده من القوه، وده علشان المستوى بتاعه دي 8. وتخيل معايا ان الراجل العجوز ده معاه حيوان روحي من المستويات العليا، وكان اول ما بيشوف حيوان الروحي بيتفاجئ لانه كان فاكره ضعيف برضه، وبيقول يا ريتني ما حكمت عليه من مظهره. وبعدها شيو بيقول لحيوان الروحي بص بقى يا صاحبي انا عاوزك تدلعهم على الاخر. وبالفعل في ساعتها بيهجم على ملك الصقور وبينيمه مكانه، ورئيس المجموعه بيتصدم وبيقول ازاي هزمه من ضربه واحده. وشيو بيقول له يلا بره علشان مش هعمل معاك الصح يابا. وبعدها رئيس المجموعه بيقول له اسف على اللي حصل وهمشي دلوقتي، ده انت بعد الهري اللي هريته ده مفيش حد يتوقع انك هتعمل كده. المهم قبل ما بيمشي بيقول له يا كان استنى وانت هتشوف بنفسك. وبعدها بيسيبوا المكان وبيمشوا، وبيقول يا كان للشيو اخيرا طلعت القوه الحقيقيه بتاعتك. والشيو بيقول له انا ساعدتك كتير ويا ترى هترد الدين ده ازاي. وكان بيقول له انا مش معايا ولا جنيه. والشيو بيقول له انت بتعاملني كشخص غريب كده ليه، وانا مش عاوز منك فلوس ولكن عاوز مساعدتك في خدمه بسيطه. وكان بيقول له هي دي الخدمه البسيطه، عاوزني اشارك في المسابقه السنويه للمرتزقه. بيقول له انت بالفعل عضو في مجموعه الثعالب وانا عاوزك تمثلنا في المسابقه. وكان بيقول له طالما انت قوي للدرجه دي عاوزني اشارك ليه. بيقول له شيو مش ينفع لان عجوز. وبيقول له كان خلاص يا عم انا همثل مجموعه الثعالب في المسابقه. وبيقول له شيو زي ما توقعت ولكن خد بالك لازم تلم 5 اشخاص علشان تشارك في المسابقه. وكان بيكون متضايق منه لانه لازم يجمع ال5 اشخاص دول بسرعه. وشيو بيقول له انا ماليش دعوه وانت اللي وافقته ومش ينفع ترجع في كلامك. وبالاضافه ان المركز الاول هياخد مكافاه مليون. وكان بيقول له انا هجيب ال5 اشخاص دول ولكن المركز الاول فانا هحاول على قد ما اقدر. وشيو بيقول له انا متاكد انك هتكسب المركز الاول علشان قوتك. بيقول له خلاص يا عمي انا هحاول ولكن في شرط بسيط انا هاخد نص المكافاه. وشيو بينفعل عليه وبيقول له انت جاي تسرقني ولا ايه؟ 500,000 يا مفتري، هو انت مش عارف اني دفعت 100,000 علشان اسجل في المسابقه؟ بس يا عم جدعانه مني هديك 100,000. وهي كان بيقول له انت نصاب محترف خالص، يعني عاوزني اجمع الفريق وبعد ده كله هتديني 100,000؟ ده ايه شغل النصب العالي ده؟ وشيو بيقول له خلاص هنزودهم ل 150,000. قلت ايه بقى؟ وهي كان بيقول له هي 500,000 ولو مش وافقت فانا هتصرف من دماغي ومش هتشوف ولا فلس واحد. وبعدها شيو بيقول له انت بتقول عليا نصاب؟ ده انت اللي بصراحه يتقال عليك كده. وخلاص يا عمي انا موافق. وكان بيقول له المسابقه هتبدا امتى؟ بيرد عليه وبيقول له بكره يا باشا. وكان بيقول له انت مش قلت لي ليه من بدري؟ بيقول له محدش قال لك تيجي النهارده. وبيقول لي كان يعني انا كنت جاي علشان اخد الفلوس وفي الاخر ولا خدت الفلوس وفي الاخر لبست واحد مغري. المهم بقى بتاخدنا الاحداث على استاد مدينه المرتزقه. وبعدها بيقول سولا كان ان المسابقه ديت بتتعمل كل سنه واللي بياخد المركز الاول على طول هي مجموعه الدم الحديدي. وبيعتذر سومن يكان لانه مش هيعرف يشارك بسبب منصبه كسيد للمدينه. وبيقول له يكان مفيش داعي للاعتذار وبالمناسبه لوشانجي هياخد مكانك. وساعتها لوشانجي بيقول له يكان انا مش هكون عبء عليه. وبعدها بيقول له سو شايف يلا يكان محتاج مساعدتي ازاي علشان تعرف ان مهم بالنسبه له. ويسو بيقول له بطل كلام كتير واحسن لك مش تخسر علشان مش ترجع تعيط.
بتعيط. المهم بقى بيقول سو ان في 322 مجموعه في المدينه، والسنه ديت مش دخل منهم غير 305 من المجموعات، وغالبا كده المسابقه ماشيه بنظام النقاط، يعني لما يكون عندك نقاط كتيره فانت كده في الامان. وكان بيقول له يعني اللي هيفوز على المجموعات التانيه هياخد المركز الاول، وبخصوص ده ما فيش اي مشكله. نرجع بقى لموضوعنا الرئيسي واللي هو ان مجموعه الثعالب هتواجه مجموعه الذئاب دلوقتي. واللي انا سمعته يا صاحبي عن المجموعه ديت من الاشخاص اللي قدامي ان الحيوانات الروحيه بتاعتهم بتاكل الحيوانات التانيه، ولو مش كان في قواعد بتمنع موت سيد الروح لكان مات هو كمان. وايه كان ساعتها بيعرف ان الاشخاص اللي قدامهم مش بياكلوا حيواناتهم الروحيه، وده علشان يظهروا قوتهم الحقيقيه. والناس اللي موجوده بتكون اول مره تسمع عن مجموعه الثعالب، وده غير ان حظهم وحش علشان وقعوا في مجموعه الذئاب. وبعدها بيقول يكلي فاروق شايفين الناس بتستهزأ بينا ازاي، انا بقى عاوزكم توريهم مين احنا بجد. ورئيس مجموعه الذئاب بيقول لفاروق استدعوا الحيوانات الروحيه بتاعتكم بسرعه. وفي الناحيه الثانيه بيستدعى فريق كان الحيوانات الخاصه بيهم، وساعتها بيقول لهم كان استعد كويس وهو على طول بتهجم الحيوانات عليهم. ولكن في ذلك الوقت بيقول يكلي حيوان الروح يخلص عليهم، وبالفعل بينفذ كلامه وبيهجم عليه بسرعه البرق. وفي الناحيه الاخرى بيقول لشانج لكن ما تهدى علينا شويه. وفي نفس اللحظه بينقض كل من حيوان يكانوا لشانج على الذئاب، وحرفيا بيخلصوا عليهم في ثانيه الا ثانيه، والناس كلها بتتصدم لانهم فازوا بالمعركه في 30 ثانيه. ولكن بعدها بيعرفوا ان اقل حيوان عندهم من الرتبه ايه. نرجع بقى للحكم واللي بيكون واقف قدام يكان ومش مصدق ايه اللي حصل. ويكان بيقول له انت مش هتقول النتيجه ولا ايه، ولا انت مستني مني اخلص على ساده الروح. وبيقول له الحكم اهدى شويه، ايه الكلام ده مش مسموح بيه. بيقول له طيب زع النتيجه. وبالفعل في ساعتها بيعلن فوز مجموعه الثعالب بنقطه واحده، ويسو بيكون في قمه السعاده لانهم لو استمروا على الوضع ده فكده هياخدوا المركز الاول. ولاشانج بيستفزه وبيقول له احنا بس اللي هنفوز وانت اخرك متفرج مش اكتر. بيقول له عارف يالا انا لو مش منصبي لكنت فشختك دلوقتي. وكان بيقول له كبر دماغك يا صاحبي لسه عيل صغير. وبيقول لهم طالما احنا مش ورانا حاجه دلوقتي فيلا بينا على غابه الارواح الشيطانيه علشان نزود قوتنا. ويسو بيقول له هي دي محتاجه تفكير، كده هنروح معاك طبعا. ولاشانج بيقول له احنا هنروح نزود قوتنا وانت هتفضل هنا. بيقول له هو انت مش عارف ان اهم شخص لاقي كان ولا ايه، فاكيد طبعا هياخدني معاه. المهم بقى لما بيروحوا الغابه بيلاقوا روح شيطانيه اسمها غوريلا الدمار، وساعتها لقطه روحيه بتظهر وبتقول له كان الفاكهه اللي قدامك ديت عندها طاقه عاليه جدا. وكان بيقول زي ما هو متوقع ان الارواح الشيطانيه بتحرس الاعشاب الثمينه. وبعدها بيقول له شيشاوي خلصي على الحيوان ده. وبتقول له حاضر. وساعتها حيوان الروحي بيهجم على الروح الشيطانيه وبيخلص عليها في ثانيه الا ثانيه. لا عاش بجد والله. ولاشان بيقول له كان هو حيوانك رجع خلطه ولا ايه. وكان بيقول له ايوه، وده علشان قوه الفاكهه الناريه هتزيد لو خلطتها مع حبه دواء داخليه من الدرجه ايه. وفي الناحيه الثانيه سو بيتفاجئ من سرعه تدمير الروح الشيطانيه. وكان بيقول لحيوان شيشاوي خد اشرب العصير ده لان طعمه كويس. ولما حيوان شيشاوي بيشربه بيترقى على طول للمستوى اي 6. وفي الحقيقه العصير ده مش عادي وانما بيرقى الحيوانات الروحيه. وكان بيستغرب لان حيوان شيشاوي ترقى لمستوى واحد، والمفروض ان الترقيه بتكون من المستوى الثاني الى الثالث. وبيستنتج ان لما سلاله الحيوان بتكون احسن هتكون الترقيه بتاعته اصعب. المهم بقى بيقول لشانج لاخته حيوانك الروحي هو الاقوى في المجموعه دلوقتي. وكان بيقول له بطل بقى حسد، واحنا لسه قدامنا وقت طول علشان نطور في حيواناتنا الروحيه. ومره واحده بيقول لهم كان مفيش حد يتكلم وده علشان في روح شيطانيه قدامنا، ولكن في الاخر بتطلع هامستر. ويسو بيقول له هو في حاجه في الهامستر ده ولا ايه. وكان بيقول له بالرغم ان الهامستر ده ما عندوش مهارات هجوميه ولكن احب اقول لك انه اسطوره في البحث عن الكنوز، ولو استخدمناه في البحث عن الاشياء اللي احنا عاوزينها هنخلص بسرعه. وساعتها كان بيقول لهم كل واحد ياخد مكان علشان نمسكه. وبالفعل بينفذوا الخطه ولكن بيكون الهامستر اذكى منهم وبيخلع بسرعه، والثلاثه بيخبطوا في راس بعض. يا نهار ابيض بقى هامستر يعمل فيهم كل ده. المهم بقى بيقعد الهامستر يضحك عليهم من شده ذكائهم، كان بيقول له انت اللي جبته لنفسك. وفي ساعتها بيستدعى كل من يكانوا صح حيواناتهم الروحيه. الهامستر يعني بيتخض وبيجري ولكن بيمسكوه في الاخر. وبعدها كان بيقول له انا عارف ان مستوى ذكائك عالي فاكيد هتفهمنا. صح انت هتساعدنا في العثور على الاعشاب الثمينه، ولو رفضت بقى فساعتها هخلي حيوان الروحي ياكلك. وبيقول له خلاص انا موافق. وبعد 10 دقايق بيقول لشاجل كان هو انت واثق ان الحيوان ده هيفيدنا ولا ايه. ولكن فجاه بيقف الحيوان وبيقعد ينبه يكان على حاجه، ولكن يكان مش بيكون فاهم هو عاوز ايه. وساعتها لقطه روحيه بتظهر وبتقول له يكان الفاكهه اللي قدامك ديت فاكهه المواصف، وبتحتوي على طاقه العناصر اللي هم الرياح والبرق. ويكان بيقول له زي هو شايف الفاكهه اللي قدامك ديت دي بقى مناسبه لحيوانك الروحي. واول ما بتسمع كده بتكون سعيده وبتقول له انا هروح اجيبها. وهي كان بيقول لها اهدي شويه، غالبا الفاكهه ديت بتحرسها الروح الشيطانيه. وهي لسه مش كمل كلامه وفي روح شيطانيه طلعت من الارض. وشيشاو بتقول له كان سيب الروح ديت عليا. ولكن كان بيقول لها مش احنا اللي قتلها، وده علشان زيو واخوها ولاشاجي هم اللي هياكلوها. ولاشاجي بيقول له كان عيب عليك يابا، احنا هنخلص الموضوع في ثواني. وبالفعل في ساعتها بيهجم حيوان لاشاجي على الروح الشيطانيه بهجوم الصقيع.
ولكن بيكون ملك الذهاب قوي جدا وبيقدر يصدها بسهوله، وساعتها لوشانج بيتصدم وبيقول ازاي ده حصل. وفي الناحيه الثانيه بتهجم عليه زهيو بهجوم العاصفه، وبينطلق حيوانها عليه بسرعه البرق، ولكن في تلك الاثناء بيعمل ملك الذهاب درع جليدي وبيصد الهجوم، وزهيو بتقول لها مش تبطلي ضرب مهما حصل، وبتقعد تضرب في الدرع لحد ما بيجيب اخره وبيتكسر. وهي كان بيتفاجئ من القوه الجسديه اللي عند حيوان زهيو، ومش مصدق انها كسرت الدرع بضربه واحده. وساعتها اخوه بينضم لها في المعركه وبيستخدم مهاره حارس الاراضي، وبيصد الهجوم عن حيوان اخته. وهي كان بيظهر من كميه الترابط اللي بين حيوان زهيو وحيوان اخوها، وكان بيقول حتى لو ملك الذهاب قوي جدا فلو تعاونوا هيهزموه بكل تاكيد. وساعتها بيتدخل سو بيقول لحيوان الروح امسك الروح ديت بسرعه، ولكن في نفس اللحظه بيهجم كل من حيوان لوشانج وزهيو على ملك الذهاب، وحرفيا بيجيبوا الارض وبيخلصوا عليه تماما. وبعدها لوشانج بيدي حبه الدواء الداخليه ليكيان، وبيقول يكيان زهيو شايف اللي معايا ديت اهي دي بقى حبه الدواء الداخليه لملك الذهاب، وبتحتوي على طاقه البرق والصقيع، ولو اخدها حيوانك الروحي هتزود قوته على طول، وزهيو بتكون سعيده جدا. ولكن يكيان بيقول لها الموضوع مش مؤكد 100% وهو وحظه بقى. وبعدها يكيان بيحطها في الخلاط وبيشربها لحيوانها الروحي، واول ما بيشربها على طول بيتطور للمستوى اللي بعده. المهم بقى بيقول لهم يكيان دوروا على باقي الاعشاب، وساعتها بيدي حيوان لشجع حجر ازو تلجي، وده علشان هيطوروا لمستويين قدام. لا مش كده وبس، ده كمان بيكون معاه جميع الاحجار اللي هيطور بيهم حيواناتهم الروحيه. وبالفعل بيروح على كل الحيوانات الروحيه وبيبدا يطور فيهم. والهامستر بقى بيكون واخد راحته على الاخر لانه ساعدهم في البحث على الاشياء اللي هم عاوزينها. وبعدها بفتره بسيطه بيروحوا على مكان اسمه ينبوع لين وليانج، ويا لهول المنظر المغري على البحيره، وده علشان نصها من النار والنص التاني من التلج. المهم سو بيقول لها كان انت مالك متحمس ليه؟ وكان بيقول لي عاوز تعرف السبب، شايف الزهره اللي قدامك ديت اهي دي بقى هي السبب. والزهره ديت يا صاحبي عندها طاقه عاليه، وده علشان نصها من النار والنص التاني من التلج، وبالاضافه انها مش بتنمو غير في ينبوع لين وليانج. وكان بيقول له لو حيوانك الروحي اخد الزهره ديت مش عاوز اقول لك التاثير هيكون عامل ازاي. وسو بيقول له طب يلا بينا بسرعه علشان نجيبها، ولكن شيشاو بتقول له خليك في مكانك انا هخلي حيوان الروحي يطير ويجيبها. وبالفعل حيوان الروحي بيجيبها، ولكن هو راجع بيتم الهجوم عليه، وكان يموت، ولكن في ساعتها استخدم يكان الانتقال الاني وهرب بيه على اخر لحظه. وبسبب ان يكان استخدم الانتقال الاني مرتين قوته ضعفت على الاخر. ويسو بيقول يا ترى ايه نوع الروح الشيطانيه ديت وليه الهيئه بتاعتها غريبه جدا. وكان بيقول له ده الثعبان ذو الراسين وهو اللي بيحمي ينبوع لين وليانج، وهي المشكله الوحيده انه من الرتبه دي. في ذلك الوقت بتقول شيشاو كان هو حيوان الروح هيقدر يقاتل ولا لا؟ بيقول لها ايوه بس علشان اصابتها مش هتعرف تقاتل بكل قوتها. المهم كلهم بيستدعوا حيواناتهم الروحيه علشان يستعدوا للقتال. وبصراحه بيكون كان متردد لانه اول مره يواجه روح شيطانيه بالقوه ديت. وبعدها بيقول لحيوان شيشاو يهجم عليه علشان نعرف مدى قوته. وبالفعل بيهجم على الروح ولكن بتصدها بكل سهوله. وساعتها كان بيقول يا نهار ابيض ده اختلاف المستوى عالي جدا. وبعدها بيهجم حيوان كان على الروح الشيطانيه ومن قوه الضربه بيحاط المكان كله بالضباب. ويسو بيقول يا ترى تغلب عليه ولا لا؟ ويا لهول الصدمه بتمسك الروح الشيطانيه حيوان كان في ديلها. وهي كان ساعتها بيستدعى حيوان الروحي 205 وبيهجم عليه بهجوم النار السفليه.